كده كده في مصر بحس ان هو انت لو انا قلت لحد ده انا السيرفيس بتاعتي بجنيه هيقول لي ليه مش نص جنيه. ان انت تعمل فلوس الموضوع بسيط. انا في الوقت ده قلت هو انا لو ما نجحتش او ما كملتش او ما عملتش دي بتاعتي. الموضوع يبقى ناس حواليه بس عادي الواحد يضعف. النهارده معانا حلقه جديده، والنهارده حلقه هتبقى مختلفه. انا عارف ان انا بقول الكلام ده في كل حلقه بتضحك ليه يا عم؟ اهدى يا عمرو اهدى، خلينا نبدا. النهارده الحلقه يا جماعه هتبقى مختلفه، قلت عايز اعمل حاجه مختلفه، وزي ما انا قلت لكم عايز ابتدي اخلي البودكاست يبقى يا جماعه التكييف اللي عندنا ده مش ممكن، يا تتلجوا يا تبقوا حرانين جدا فاختاروا. عايزين نعمل حلقات مختلفة، وعايزين ان احنا نجيب شباب. في ناس كتير قوي بتتفرج علينا شباب، فعايزين نبتدي نجيب شباب اكتر، ناس في الارض الواقع، او بيحاولوا يجيبوا كلاينتس وبيجيبوا كلاينتس. فالنهارده جايبين تشكيلة لذيذة. شباب اعرفها، مثلا بدر هنا انا اعرفه ممكن من فوق 5-6 سنين، حتى 6 سنين. انت قلت يا بدر صح؟ 7 سنين 6 سنين في الحدود دي. تمام ما اعرفش، انا كنت عرفت مش بعمل ايه في 7 سنين، انا مش فاكر. كنت بتتابعني ليه اصلا؟ مش عارف. انت كنت فين بقى؟ ده اللي انا عايز اعرفه. انا كنت لسه في ابتدائي وانا بتابعك. يلا يا ابيض، كويس ان انت لسه عايش. ومعانا زياد نعرف بعض مثلا من سنه ونص، مثلا سنتين. سنتين مثلا. سنتين فيديو صورناه له من سنتين. جامد. ويبقى نعرف بعض اكتر من كده يعني. صح. ومعانا طبعا اسلام احنا نعرف بعض من سنه ونص تقريبا، سنتين برضو صح. وتعرفنا على بعض برضو من السوشيال ميديا. اول حاجه عايز اتكلم عنها يا جماعه ان احنا الشباب دي انا عرفتها من على السوشيال ميديا. تمام. وعرفتها من على السوشيال ميديا، مش النوع اللي هم بيبعتوا لي كل شويه يوسف انا اقرا انهي كتاب، يوسف انا اعمل ايه، يوسف انا اعمل ماركتنج ازاي، اعمل ماركتنج فيسبوك ولا لا. الشباب دي بتعمل كل حاجه هم بيقدروا يعملوها، ولما يجوا يكلموني بيبقوا وصلوا لحاجه معينه وبيقولوا لي مثلا طب يوسف احنا وصلنا لهنا، ايه اللي جاي، او اصلا ما يسالونيش سؤال يوسف احنا وصلنا لهنا بس، والفتره الجايه هنوصل لهناك وهنعمل كذا وكذا 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 وكذا. ما بيبقوش عايزين اي حاجه. فالنهارده انا عايز اجيبهم كل واحد في حياته يعني حياه مختلفه. فانا هخلي كل واحد يتكلم عن نفسه شويه، وهو كان فين مثلا من 5 سنين. فاللي انا عايز اركز عليه النهارده ان ازاي الموضوع بياخد وقت، ليه كلكم بياخد وقت، وان ازاي النجاح ده رحله عامه، وانتوا حاسين بايه. وبرضو عايز الحاجه اللي انا عايز اوضحها يا جماعه، ان قد ايه السوشيال ميديا مهمه، وقد ايه السوشيال ميديا ممكن تكون كويسه لو انت استخدمتها صح، وتتعرف على شباب زي الفل، ونقعد عادات زي الفل، والناس تبقى عندها نفس المايند سيت بتاعك. وتاني، مش كل حلقه يا جماعه هتبقى حلقه ان كل الناس هتتفرج عليها. تمام. الحلقه دي انا عاملها للشباب اللي من سن، انت عندك كام سنه؟ 19 سنه يا اسلام. فممكن نقول من سن حتى ال 14 15 سنه ل 25 سنه. ده الفيديو ده متارجت للشباب دي. تمام. طبعا في ناس لو اكبر هتتفرج عليها حاجه تحفه، لو في شباب اصغر يتفرجوا عليها حاجه اجمد واجمد واجمد. فهبدا من اليمين، كنت هقول الشمال بس خليها في اليمين. الشمال احنا هنا في الجيت حلو والله. وجه في الشمال. هنبدا في الشمال. ايه بس؟ لا ما طيب عندنا في رمضان كمان، وكمان الفيديوهات اللي احنا عملناها مع حسام هيكل عن الشمال الناس ظبطتنا يعني. شكرا استاذ سمير على الفيديوهات دي، وانا اشتغل ليك والله. خلي بالك دي اخر ازازه ميه هتاخدها النهارده. ماشي. اولا يا اسلام، كلمنا ممكن عن الباك جراوند بتاعك شويه. اخوك معانا ورا محمد، اهلا بيك. قرب المايك شويه وكلمنا ان انت من فين وكده، كنت فين تمام. وعملت ايه. ممكن لسه مش لازم تقول عملت ايه عشان وصلت، بس قول لنا كنت فين الاول وانت منين. انا من المنصوره، في مدينه جنب المنصوره اسمها متغمر، في قريه عايش في قريه كده ارياف وكده. تمام. بدات موضوع السوشيال ميديا. صوتك
بدات موضوع السوشيال ميديا ده كان عندي 15 16 سنه كده. كنت بلعب كوره ورحت لعبت كوره وتنتني بحاول من وانا صغير، وبعدين ما هو ربنا ما وفقنيش ولعبت في انديه واتظلمت وكده يعني، فوقفت كوره نفسي اتسدت قوي. وبعدين كان يعني ايه موقفتش وكده خالص. بس طب استنى يا اسلام عشان الناس تعرف، انت دلوقتي بتعمل ايه دلوقتي حالا؟ شغلك عباره عن ايه في السوشيال ميديا عشان الناس تبقى عندها برضو فكره انت فين دلوقتي بسرعه قبل ما دلوقتي عندنا شركه انا ومحمد اخويا واحمد صاحبنا. تعالى محمد وري وشك هنا اسلم تعالى ورا نفس الوش زي بعض سوا بعض فرق شعر فينا وروح هنا. تعالى اكمل. عندنا شركه سوشيال ميديا متخصصين مركزين على حاجتين: المونتاج واداره حسابات السوشيال ميديا. تمام، ان انت تمسك اكونت انت تنزل ده ونكبر العلامه التجاريه بتاع اي بزنس. دلوقتي شغالين مع كلاينتس كويسه يعني، من اكبر الناس في الميدل ايست عموما. تمام. انا شايف ان الواحد ما يقولش اساميهم يعني ايه بالظبط، عشان لو قلت اساميهم ممكن الناس تتفرج تروح ايه تبعت لهم، انت فاهم؟ بالذات لو احنا هنا فممكن تقول مثلا هم عندهم قد ايه فولورز، ممكن تقول يعني الناس عندها فوق الذات كذا. مثلا في يعني اخر نتائج محققها على التيك توك، شخص محققه له في 5 شهور مايك. تمام، شخص محققه له في 5 شهور معدي ال 1 بليون 1 بليون 1 بليون ايش اشتغلنا اول شهور هو ده كان مليار معدي ال 1 مليار ما شاء الله. متاكد هشوف الكلام ده سكرين شوت في بروفز لازم تطلع هنا. وانت يعني انت دايس في الموضوع ده، في فيديوهات لك تبع الشخص ده برضه يعني انت كنت معايا، فاهم قصدي؟ جامد. وفي يعني هم كلهم ما شاء الله يعني تقال يعني معديين، فاهم قصدي؟ وفي ناس في امريكا برضه يعني واحد معدي ال 10 مليون فولور ما شاء الله. وعندهم قنوات يوتيوب كتيره جامده قوي يعني. بس جامد جدا والله. تمام. كان هدفي ان انا ادخل في ثالثه ثانوي كده، من اول ثالثه ثانوي او ثاني ثانوي كان هدفي ان انا ادخل كمبيوتر ساينس. دخلتها لقيت النظام بلح خالص، مش زي ما انا متخيل. ولا بصيت يعني مثلا اللي هو المهندس ده انا هدفي مش زيه يعني، انا مش عايز اعيش الحياه اللي هو عايشها. لقيت الموضوع مختلف خالص، لايف ستايل غير خالص. فانا بصيت لقيت في شخص اسمه يوسف صبري، شفته يعني اعرفه فاهم في السوشيال ميديا وكل حاجه، وجامد فشخ يعني، فشغال مع نونر امريكا. الفوكس حلو عليه زيم هنا بقى زيم ومزيكا هنا الحته اللي بنحط فيها مزيكا واحد كده تمام. فكنت بتعلم منك اللي هو اعمل يعني، كل واحد يعني ايه يعتمد على نفسك. محتاج مثلا زي الناس اللي بتبعت لك تقول لك انا مش عارف اعمل ماركتنج، انا مش عارف، انا ضايع، انا ايه هدفي يا عم؟ هدفك ايه؟ طب ما جرب كذا حاجه، ادخل على اليوتيوب اعمل ريسيرش يعني. انت لو بعت لواحد زي يوسف انا تايه او ايه هدفي، مش هرد عليك. انت لازم عشان تبعت لحد او كده او يرد عليك. انا وصلت لشخص قلت لك عنده معدل 10 مليون فولورز يعني. ناس كتير صحابي يقولوا لي يا ابني ازاي انت وصلت للشخص ده؟ ما ده اللي عنده 100,000 ما بيردش اهو. بالظبط. ما انت ما فيش حد هيرد لو اكون مديله فاليو يعني، هتفيده. جامد جدا يا اسلام. وهنرجع بقى على الحته احنا اصلا ازاي اتعرفنا على بعض، وانا شايف اصلا القصه ان احنا ازاي اتعرفنا على بعض دي كانت قصه كانت قصه جامده، فهنرجع لها برضو. تمام مش جامد. تعال ناخد الناس هناك عشان نرجع لك يا زياد. سؤال بقى ايه ماشي يا برو، عايز تجيب كرسي ان انت تبقى هنا برضو معانا تقعد مع اسلام؟ تعالى محمد برضو ماشي. ايه يا عم بدر، ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. ايه الكلام يا بدر؟ انت مين بقى؟ انا واحد تمام. عنده 21 سنه، اوكي، من القاهره من المعادي. تمام. اعزب صح. ممكن بعد البودكاست دي الموضوع يتغير انت كده جاي لتارجت تاني ادي الواحد بيستفاد، فاهم؟ انا كنت برضو بلعب كوره زي الشباب المصري كله، فاهم؟ وانا بدات الجيم وانا عندي 16 سنه عشان كنت رفيع جدا. كنت الشخص اللي هو الناس تبص عليه، تقعد تتريق عليه، تقعد تضحك عليه، تقول له انت اهلك بياكلوا اكلك مش بياكلوك في البيت، الكلام ده كله، فاهم؟ فبدات اروح الجيم وانا عندي 16 سنه، وبعد سنه لقيت ان انا مفيش اي ريزلتس عندي في جسمي.
فانا فهمت ان انا طب انا ليه اصلا يخليني كونسيستنت في حاجه ومفيش ريزلت، فاهم؟ فبعديها يعني انا realized ان انا دي going to the gym حاجه انا بحب اعملها، مش I'm not forcing myself to do. جامد. فانا فهمت ان انا حتى لو مفيش ريزلتس وانا بروح الجيم انا ستيل برضه اروح الجيم، فاهم؟ جامد. فانا فهمت ان دي حاجه أنا لازم افضل اعملها لان دي حاجه I'm passionate about، فاهم؟ اوكي. انا مع الوقت 6 سنين 7 سنين اللي فاتوا دول الفوكس بتاعي كله ان انا اقدر افهم نفسي، افهم انا عايز ايه، افهم انا جسمي بيحب ايه، بيحب يعمل ايه، ما بيحبش يعمل ايه، عشان احاول اركز في الحاجه اللي انا بحب اعملها، مش هقعد اجرب ده ومش هقعد اجرب ده. وانا عندي 18 سنه سافرت في المجر عشان ادرس. انت حياتك في مصر اصلا، اهلك في مصر وكله من انا كله في مصر، كله عايش في مصر. كله في مصر. تمام. فانا قررت ان انا كنت عايز اسافر ادرس بره. اوكي. وبعد كام سنه فهمت ان انا قرار ان انا كنت عايز ادرس بره ده كان قرار هروب، ما كانش فعلا السبب ان انا عايز ادرس بره. هو كان انا كنت باخده اللي هو ايه، انا عايز ادرس بره بقى، وفاهم عايز اجيب الشهاده بقى اللي في الاخر اللي موجود في بره موجود في مصر، اللي عايز تدرس هناك هو موجود هنا، فاهم؟ جامد جدا. فكلمنا فكلمنا عن حته الشغف دي دلوقتي. انت دلوقتي في الحته مثلا ايه اجمد سكيل انت بتعرف تعمل منها فلوس دلوقتي؟ عشان انا فاكر ان انت انا بدات حاجات كتير. ودي الحاجه اللذيذه اللي احنا عايز اتكلم معاك فيها بدر، اللي هيبقى الفوكس عندي وانا جايبك. انت ممكن ما تكونش مثلا عندك بيزنس 100% او بتحاول تبدا شركه او حاجه، انت كنت بتحاول تلاقي ايه هو شغفك. بالظبط. جربت حاجات كتير جدا، والحاجه اللي انت جربتها اديت فيها 100% اكتر من 100%، اكتر من 100%، وتخش مع الجامعه وكملت في الجامعه، كملت الحاجات دي ولا ايه؟ هو جامد. شكلك شايل الجامعه كلها ولا ايه؟ انا ما كملتش جامعه، انا سبت الجامعه. سبت الجامعه. فدي قصه مختلفه شويه. مش هقول برافو عليك، مش هقول حاجه ماشي، بس اديني بروبس. بس بغير من حاجه، فاهم؟ بس هقول بص، انا مش ضد الجامعه، بالعكس انا شايف ان الجامعه على حسب انت رايح تدرس ايه في الجامعه، فاهم؟ الجامعه بتديك سكيلز كتيره مختلفه ممكن تعملها، بس هي الجامعه هي هتبقى السبب ان انت هتعمل فلوس كتير مستحيل. او هتخليك تبقى ناجح. لا، انت ممكن ما تكونش محتاج جامعه خالص عشان ان انت تقدر تعمل شركه وتعمل فلوس. بس طبعا الجامعه هو في الاول وفي الاخر انت عايز ايه؟ بالظبط. انت عايز تعمل ايه؟ بالظبط. عايز تبقى دكتور، ما انت لازم تاخد الشهاده وتخلص. صح. عايز تموت الناس ما تاخدش الشهاده. صح. مهندس نفس الحوار برضه. صح. عايز تبقى بيزنس مان، انتربرنور، الحاجات دي كلها. طب انت مستحيل الجامعه تديك الفاليو. هي ممكن تديك الفاليو، وممكن تعمل كونكشنز في الجامعه اللي هي تخليك تبقى ناجح، فاهم؟ يعني فالجامعه عليها مميزات كتير جدا، بس حاجه قلتها ان انت تكون عارف انت عايز تعمل دي اصعب حاجه. بالظبط. لان المشكله ان في ناس كتيره بتدخل الجامعه فاكرين ان هو ده الطريق، هو انا لازم اخلص الجامعه عشان الجامعه هي اللي هتبقى الماجيك كي بتاعي. بالظبط. ولو انا ما درستش ده انا تايه، انا طب ادرس ده ولا ادرس ده ولا ادرس ده. بالظبط. طب اعرف الاول انت عايز ايه، بعدها قرر انت هتدرس ده عشان انت عايز توصل. بس الموضوع ده ممكن يبقى صعب، هنرجع لها تاني يا بدر، انا عارف ان انت سخنان. هو صعب. زيزو، يا جو، ايه الاخبار؟ كله عامل ايه؟ الحمد لله. انت متخرج، الف مبروك. الحمد لله. الحمد لله. دخلت الجيش. في الجيش دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله برضه. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. شيء طبعا. ماشي يا زيزو، انت بقى كنت فين يا زيزو؟ وانت فين دلوقتي حالا؟ انا حاليا يعني اقول لك من الاول. لا انت فين دلوقتي انا دلوقتي ان انا بلعب هاندبول جامد في دوري المحترفين هنا في مصر، ما شاء الله. وكان جالي فرصه ان انا بس انا عايز اعرف، هو جسمك مش جسم هاندبول ولا هو جسمك اضخم مني؟ اولا زياده على فكره، ما اعرفش لو في ناس شافتني على الحقيقه، هو اطول مني واضخم مني. انت وزنك كام يعني؟ 100 لا ما بقتش ابص على الميدان، ببص للشكل صح. صح. ببص عليك. فبلعب هاندبول دلوقتي في دوري محترفين جامد. وبدات ماركتنج ايجنسي انا وناس صحابي جامد. وقعدت اول فتره بستراجل ان انا اجيب كلاينتس. قعدت اشتغلت اول 3 شهور فور فري، جامد. اللي هو انا مش هاخد فلوس من حد غير لما اديك الفاليو اللي انت عايزها، لما اديك الريزلتس اللي انت عايزها. حتى كنت قاعد ابعت لك على الواتساب، يوسف بص الريزلت دي، بص الريزلت دي، مش عارف ايه. هو جه قال لي عايز الموضوع يبقى بيد، وساعتها بقى كانت اول حاجه ان انا اقعد اتكلم مع حد فلوس. اصلا هو مش عارف انا كده بفاليو نفسي كتير ولا قليل.
فانا عديت من 1 ل5 ورميت له الرقم. جامد. قلت له نطلع بره، لقيته بيسلم عليا، قلت الحمد لله. جامد فشخ. هنتكلم عن الحته دي يا رجاله، فدي حاجات كويسه. كل عايزين نكتب الحاجات، فحاجه عايزين نتكلم عنها. يعني انت ازاي دلوقتي تفاليو يور سيلف، تمام، وانت شايف ان انت فعلا تستحق الفلوس دي ولا لا، وامتى تحس ان انت تستحق الفلوس دي ولا لا. فدي حاجه جميله جدا جدا جدا. اسلام، احنا اتعرفنا على بعض ازاي؟ كنت انا بتفرج علي صوتك، علي. كنت انا بتفرج عليك وكده، واكتر حاجه الهمتني وانا بتفرج عليك كنت انت عامل اول بودكاست مع الدره، فكنت بتعلم حاجات بقى زي اللي انا اعمل ويب سايت، حاجات من دي يعني، حاجات كلها خدمات السوشيال ميديا يعني، فاهم تمام. قصدي؟ فما كنتش عارف، انا كنت تايه فشخ، مش عارف انا عايز ممكن تقول لي يا اسلام انت كنت تايه؟ انا عايز اوضح الناس صوره برضو. انت البيئه اللي انت طالع منها بتفكر ازاي وعامله ازاي، ان انت اساسا تفكر في ان انت تشتغل اونلاين اصلا، وغير اونلاين تشتغل في السوشيال ميديا اللي هو اغلبيه الناس. وكمان انت بادئ بقدر من فتره كان لسه الموضوع مش زي دلوقتي. طبعا من قبل ما اشوف البودكاست بتاعك، كان من قبلها بسنتين كنت بقعد اتعلم بقى اللي هو اعمل حاجات في الويندوز والحاجات دي اللي هي الكمبيوتر ساينس اللي انا كنت عايز ادخلها. تمام. بعدها بقى دخلت اللي انا اعمل شانل يوتيوب، اكمل فيها شويه، افشل، اعرف بقى السي او بكبر الشانل ازاي، واعمل بلوج مدونه. اتعلمت معظم الخدمات اللي هي على السوشيال ميديا عموما. تمام. كنت انا تايه ومش عارف انا عايز اعمل ايه بالظبط، فكنت وده في ناس كتير حواليك كانوا شغالين في ده. لا ما كانش في حد خالص في المنطقه. المصيبه اللي انا ما كنتش يعني الموضوع ده بيجيب فلوس بجد، او هو ده اللي انا عايزه. لا ازاي هجيب فلوس من الانترنت؟ ما فيش الكلام ده. والله بجد واكيد عيلتك لو شافوك كنت بتضيع وقت، كانوا بيشوفوك بتضيع وقت على الكمبيوتر او في حاجه ولا لا؟ اهلي انا الحمد لله انا بعمل اللي في دماغي، حتى لو جاب، فاهم قصدي؟ هما كويسين معايا كل حاجه، بس انا بعمل اللي في دماغي. وانا انت لو شايف في حاجه بالظبط، انا ولا باذي حد ولا اي حاجه، كله نفسي، وانا حتى ما عملتش حاجه غلط. وبس هم كانوا بيقولوا لك ايه في الفتره اللي انت كنت بقى بتبدا فيها؟ يا عم ما تقعد يا عم، انت بتعمل ايه كل ده في الفاضي؟ محمد بيعمل كده ورا انت. الحمد لله ده كده واحد ايه هو قال لك انت مجنون؟ هو اللي كان بيقول لك انت مجنون، هو دلوقتي شغال معاك بالظبط. جامد. واصحابي جامد. اقعد بقى يعني، واحد صاحبي قريب اقول له يا ابني تعالى نعمل الحوار ده، هنستمر والله الاستمراريه. انا الحمد لله من صغري، من ايام ما كنت بلعب كوره مؤمن بحاجه، اللي هو الحاجه دي انت لو مش مؤمن، لو هي مش موجوده وانت مؤمن بيها وتنيتك تسعى وتستمر وكده، ربنا هيخليك موجوده. وده حصل معاك انت في رجالك دلوقتي في حوار التيك توك. فكان صحابي اقول لي مثلا لواحد صاحبي يا ابني تعالى نعمل تشانل يوتيوب ونستمر سنه واحده حياتنا هتتغير، يا ابني تعالى ننزل كونتنت. يقول لي يا عم انت بتشتغل نفسك يا عم، كونتنت ايه يا عم؟ يا عم تعالى نعمل مشروع فراخ يا عم. فاهم قصدي؟ محمد عمل مشروع الارانب. جامد. في فلوس كل حاجه، بس مش هو ده يعني انا ما كملتش فيه، ما بعملش انا كل حاجه عندي اونلاين، فاهم قصدي؟ تمام. عشان عايز اسافر وكده. فصحابي كله باعني وكله ما حدش، حتى محمد جه بقى بعد حوار الكوره اتفشخت، كنت بعيط ونفسي السادة، ورحت انديه كبيره قوي بجد بدون ذكر اسامي، وربنا ما كرمش، وحتى نفسي كسرت. الكابتن قابلني وطلعت فوق، وبعد ما كلمت مامتي وجدي وكل ده كلمتهم فرحتهم وانا فرحان. بقول له بابا طلع معايا بيقول له ايه الدنيا وكده، قال له هات 40,000. فاهم قصدي؟ فانا كسرت من وقتها، مش هقول على نفسي يعني، الفار ده انا لسه فاكره من كام يوم، كنت انا بحب اراجع نفسي كده، مش انا فشلت وانا الكلام ده من سنتين من سنتين وانا عندي 2-3 كده 16 سنه بالظبط. بس انا سبت الموضوع ده ليه؟ انا لو ما كانش في حاجه غيره كنت هكمل فيه وكنت هوصل. بس انا سبته ليه؟ عشان انا في حاجه برضو تانية انا شايف نفسي فيها، السوشيال ميديا وكل ده، فاهم قصدي؟ فانا كملت فيه. شفت بقى الحوار بتاعك البودكاست بتاعك مع الدره، كان في واحد صاحبي لسه انا وهو يعني ايه بقينا نشجع بعض وكده، هو كان بدأ تصوير. تمام. هو اسمه احمد سعد. الشخص ده انا قابلته. لا مش هو ده، احمد فوزي. احمد فوزي جامد. احنا معانا فيديوهات معاه بالظبط. فاحمد ده كان بدأ تصوير واشترى كاميرا، فقال لي ايه الدنيا يا ابني انت مش هتعلم مونتاج؟ انا كنت زيرو مونتاج اليوم ده اللي انا كلمتك فيه. فانا كنت قبلها عامل لك تيك توك، كنت انا بتابعك وعامل لك تيك توك وكل حاجه، بس ما كانش فيه فيوز ولا كان فيه اي حاجه، ما كنتش بعمل اي حاجه في التيك توك. فانا كلمت احمد ده، قلت له بص انا لسه شايف بودكاست مع الدره ويوسف، هو اللي معرفنا على الدره يعني وكده.
وشكر للدره يعني غير حياتي برضه زيك كده. جامد. فالمهم قلت له بص في 3 شهور جايين لازم نحط تارجت ونوصل له. قال لي هو قلت له انا هشتغل مع يوسف او الدره ازاي بقى ما اعرفش. لا بجد. فقعدت بقى استمر على تيك توك وانزل كتير، انزل. كان محمد اخويا مسافر شغال في مطعم بتاع في مدينتي، جامد. ويقول لي تنيك بقى اشتغل نفسك ومش عارف ايه. فنزل عشان هو محمد على فكره ورا عمال يعمل كده. كلمني بعدها ب3 شهور قال لي بص انا مفشوخ في الشغل، وكان عمال يعيط وبتاع. قلت له انزل. فالمهم نزل وانا قاعد مفشوخ وبرضه وعمال اعيط ومش عارف اعمل ايه خالص. انت قال كنا الساعه 12 بالليل كده، وانا مجهز لك 3-4 فيديوهات تقريبا. فانا انا قاعد قلت له بص انا يوسف ما شافش التيك توك مش هيرد، والحوار ده بلح مفيش اي حاجه، انا هفتح التيك توك. قال لي يا عم تفتح تيك توك ايه، نزل بس الفيديوهات. سبحان الله هو كان ضدي، كان يقعد يقول لي يا ابني الحاج ده والله بص يعني عشان انا ساعات وتعبت والله، كنت واثق ان في حاجه كويسه تحصل ده من عند ربنا، فاهم قصدي؟ كنت واثق في ربنا وكنت بدعي وكل حاجه وبصلي الحمد لله. الحمد لله. فانا نشرت الفيديو وانا بص مفيش شغف مفيش اي حاجه، تمام. صحيت من النوم ابص الاقي بعت لي يا دين امي. انا هو كان هو في المطبخ، انا فاكر اليوم ده وانا قاعد بره، فرحت جاي يريد بقى طلعت له يا ابني يوسف رد عليا فاهم. يعني الموقف جامد بقى. انت قعدت بقى اختبرتني تقريبا بعدها شهر تشوفني الدنيا. انا قريتك على طول يعني، قلت هو اكيد برضو بيشوف المعلم ده جاي ياخد مصلحه يعمل ايه، فانت لازم تستمر. انت بقالك 3 شهور فعادي صح. كملت بقى. انا فاكر التيك توك هم كانوا عملوا التيك توك، كان التيك توك بتاعهم تقريبا بيجيب فيوز اكتر من التيك توك بتاعنا بالظبط. فهو الفيديوهات بتاعتي هم بينزلوها بيجيبوا اكتر من بتاعنا، بس كانوا بينقوا حتت بالظبط. كويسه. فانا كل ده ما كنتش بقى بعرف اديت ولا اي حاجه، كنت بقى استخدم بس الموبايل تري بوست وكده. بالظبط كل حاجه على الموبايل. بالظبط. بعدها بقى بشهر او شهرين تقريبا انت كلمتني قلت لي ابعت رقمك واتكلمنا. انت في اليوم ده بتقول لي برو بتعرف تedit وكده على ادوب بريمير. انا ما كنتش بعرف اي حاجه، قلت لك بعرف في يوم بص فتحت اليوتيوب دخلت على كل ازاي فاهم. وبعدها بقى اتقابلنا وكل حاجه زي الفل الحمد لله. الحمد لله. جامد يا اسلام، جامد جدا. انا هروح هنا عشان اقفل. هروح لك انت هنا، هروح لك انت هنا يا بدر. انت كنت فين بقى بدر من مثلا 3 سنين؟ السكيل ليفل كانت بتاعتك ايه؟ وبعد كده ايه كانت اكبر اتشيفمنت بقى انت عملتها في الفتره اللي فاتت دي؟ انا الاول بدات برضه بالفيديو اديتنج. يعني ايه اكبر اتشيفمنت انت حاسس ان انت عملتها مثلا، او مثلا 3 اتشيفمنتس في الفتره اللي فاتت دي؟ اول حاجه ان انا اصلا قدرت ان انا اسافر وفعلا افضل بره، لان في ناس كتير فعلا بتسافر وبترجع. انا ما كنتش عارف الموضوع، كنت فاكر دايما اللي بيسافر ما بيرجعش. في ناس كتير حواليا كانت سافرت معايا وخلاص بقى الدنيا مش ماشيه، ارجع بقى فاهم، ارجع. فحوار ان انا اصلا لحد دلوقتي مسافر من نفس سن صغير، ودلوقتي يعني الحمد لله fully independent on myself، معتمد على نفسك، واقدر اقدر اجيب يعني حاجات لنفسي، اقدر اجيب لاهلي، اقدر اساعد صحابي لو في حد محتاج فعلا ممكن اسلفه. فدي طب بقول لك ايه يا صاحبي، لا دخل علينا بقى بعد البودكاست اوكي عايزين نطلع. انا الاشيفمنتس، انا عندي اشيفمنتس ما بيني وما بين نفسي، ان انا في قرارات بقدر اخدها مش سهله ان حد واحد يقدر ياخدها. حوار ان انا اسيب الجامعه ما كانش حوار سهل ان انا اقدر اعمله. حوار ان يعني انا كان عندي، انت سبت الجامعه عشان انت ما كنتش شاطر في الجامعه، يعني درجاتك كانت وحشه مثلا؟ لا انا كنت دايما بعدي، كان في طريقه دايما انا بتصرف بيها وعد فاهم. كانش انا حوار ان انا ليه اضيع وقت واضيع فلوس. بس ده كان most important thing بالنسبه لي، ليه احط وقتي وليه احط فلوس وانا اوريدي بعمل حاجات بتديني value، بتديلي فلوس وبتديلي حاجات كتير. فليه اسيب ده وادخل زي السيستم الناس كلها فيه، فاهمني؟ وانت شايف ان انت دلوقتي عمال بتكبر وعمال تتحسن وتدخل فلوس اكتر طبعا وماشي طبعا. وانا ما كنتش هعمل ده لو انا ما كنتش اسيب الجامعه، لو انا فعلا مش عارف ورا مكبب الاب او حتى ايه الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي. يعني هنتكلم مثلا
الحاجات اللي انا عملتها في حياتي، عملت حاجات الناس بتقدر تريلايز اللي الحاجات دي بتقدر تعملها بس بعد ما يخلصوا جامعه وفي سن ال 30 سن 35. انا اقدر اعمل كذا وكذا، ده انا ممكن اعمل ده وده 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 وده, وده. وبرضه ده بيرجع ان انا قدرت ان انا اخد قرار زي ده لان انا جربت حاجات كتير واتحطيت تحت مواقف worst case scenario. انا I'm gonna keep going no matter what. انا لو في الشارع انا ممكن اكون في الشارع وبرضه انا في حاجه انا قول لنا جربت حاجات كتير ازاي يا بدر، عشان دي حاجه مهمه جدا. وانا شايف ان دي يعني اهم حاجه في قصتك عامه. كميه الحاجات اللي انت جربتها وجربت مع ناس كبيره برضو، مع شركات كبيره. تقريبا انت دخلت مسابقه مع ناس دي وكسبتها. انا حوار ان انا اصلا ال5 سنين اللي فاتوا دول في حاجات كتيره حصلت في حياتي في وقت صغير، اللي هو انا اصلا ساعات مش بفتكر ايه ده انا عملت ده وده 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 وحصل لي موقف ده وده 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 وده، بس لان انا ما كنتش بعمل غير ده في حياتي. ما كنتش مدي اهتمام لاي حاجه في حياتي غير ان انا احاول ابني حياتي وابني مستقبلي. يعني انا لما بدات الاول كنت بدات بالفيديو اديتنج برضو بسبب فيديوهاتك. يعني انت اكيد كل الناس اللي قاعده هنا دي انت غيرت حياتها، فاهم؟ فانا كبرت. ما بحبش اقول غيرت حياتها. ممكن اكون يعني انتوا اللي عملتوا الشغل يا جماعه، فاهم؟ احنا اللي عملنا، انا اللي غيرت حياتكم. وانا بحس بس انت حطيتنا اللي this is possible. وده مهم ان انا دلوقتي انا عايز اكون الشخص اللي بيبروف للناس ده انت ممكن تعمل ده وده وده وده. لان لما كنت بدات وانا 16 سنه 17 سنه انا ما كنتش اعرف what is possible and what is not. ما كانش في حد حواليا يقول لي ده انت ممكن تعمل ده لو حطيت فعلا الشغل، انت ممكن تعمل ده لو حطيت التركيز، لو حطيت بلان، لو بعدت وركزت. الكلام ده كله انا ما فيش حد حواليا يقدر يقول ان this is possible. او ممكن الناس اللي حواليك، الناس اللي هي الحياه العاديه، انت هتاخد الشهاده هتشتغل في ده او ده أو ده بس العالم اتغير. العالم مش زي بالظبط. فانت كنت الشخص اللي بتورينا ان ده انت ممكن تعمل ده وتعمل ده وفي كذا طريق. this is also like social media is so important. في ناس تقول لك السوشيال ميديا بتدمر الناس الكلام ده كله، بس هو في الاول وفي الاخر على حسب انت بتستخدمها ازاي. صح، على حسب انت بتستخدمها ازاي. يعني انا لو ما كنتش بستخدم السوشيال ميديا انا عمري ما كنت اكون انا في ده في حياتي دلوقتي. كان زماني في الجامعه لسه، كان زماني في مصر اصلا، ما كنتش فكرت ان انا اسافر بره. صح. انت لما سافرت بره، تمام، كان ايه بالنسبه لك اهدافك؟ كنت شايف نفسك هتبقى فين؟ يعني لما دخلت كنت انت يعني دخلت وانت رحت سافرت كان عندك كام سنه بقى؟ 18. انا تميت 18 وسافرت. تمام. كان ايه بقى تفكيرك ان انت هتروح بره؟ كان بدري ايه اهدافه في الفتره دي؟ انا اهدافي ساعتها كنت عايز اكبر اليوتيوب شانل بتاعتي على قد ما اقدر. انت كنت بدات كونتنت؟ انا كنت بدات من وانا عندي 16 سنه ابدا اعمل فيديوهات جيمنج. جامد. كنت بصور بقى زي GTA الكلام ده كله، فاهم؟ جاست فور فن. بس انا كنت بحب دايما ان انا ابان على الكاميرا، فاهم؟ كنت بروح الجامعه بقى تريقه قد كده بس كان عندي احساس غريب ان انا عمري ما كانت في حاجه بتخليني اللي هو لا انا محتاج ابطل. ما اعرفش، كنت دايما بتقبل ان الناس تتريق عليا. ما اعرفش ازاي، فاهم؟ ما كانش في حاجه عمرها بتضايقني، فاهم؟ فبدات بحوار الجيمنج، فيديوهات الجيمنج، وكان في دماغي اللي هو انا عايز اسافر وابدا بقى اعمل فلوجز بقى وترافلنج والمعيشه بره عامله ازاي والكلام ده كله. سافرت خدت الخازوق، العيشه مش زي ما انا كنت بجد انا كنت فاكر، فاهم؟ بنات مش بتيجي تاكلها مش كده. تمام بالظبط. انت عامل حسابي بقى ساعتها. انا كنت قايل لابويا برضو عشان انا كنت قايل له ان انا معلش ادفع لي بس الجامعه اول سمستر، فاهم؟ واول ايجار بس اول شهر، وانا عامل حسابي هروح اشتغل من اول شهر، فاهم؟ وهعتمد على نفسي. وبص يا بابا يعني اول شهر بس وانا هكمل مع نفسي، فاهم؟ رحت بقى كل اللي كنت فاكره في حياتي مفيش حد عايز يبني في الشغل. والف في الشوارع والف في المحلات. طب محل شاورما، طب امسح الارض، اي حاجه، ومحدش عايز يقبلني. يعني حتى الشغلات الوحشه ما كانش في حد عايز يقبلني. انا الموضوع كان مجنني. ان انا كنت موافق اشتغل اي حاجه، ما عنديش مشكله حتى اشتغل حاجه وحشه، وبرضه ما كانش حد عايز يقبلني. ما كانش حد عايز يقبلني، وما كنتش فاهم ليه بقى.
اتاري ربنا هو سبحان الله هو دايما هو حاطط لك طريق، هو راسم لك الخطه بتاعته اللي احسن حاجه هتكون ليك مكتوبه لك كده كده، جامد. فاهم؟ بس لازم تسعى وتعمل اللي عليك، وهو حاطط لك طريق، يعني هو حاطط لك طريق. لان بجد انا لو كنت اتقبلت في اي شغلانه ساعتها بس انا مرتاح وفي فلوس داخله ليه بقى افكر في بيزنس وليه اعمل ده، فاهم؟ ليه اوجع دماغي؟ فسبحان الله يعني. جامد يا زياد، جامد. يلا يا زياد. يلا يا زياد. يعني من وانا في تانية ثانوي عرفت يعني ايه اللي هو الدروب شيبينج والحاجات دي. انا ابويا كان بيشوفني مهووس بفكره ان انا يعني انا جربت كده نزلت شغل في الاول، كنت شغال في كذا شركه كول سنتر بقى والحاجات دي كلها، ومبسوط بالفلوس اللي بتيجي، بس انا كانت حياتي كلها شغل. جامد. اللي هو انا بصحى بنام ما بلحقش انام، فبصحى تعبان بس اروح الشغل عشان بكره مش عايز تخصم مني فلوس، عشان الفلوس اللي هاخدها اخر الشهر عايز ابدا في الدروب شيبينج ومش عايز افشل فيه. بشوف بقى الناس بتعمل فلوس وكده، فقدام ابويا اللي هو انا عايز لو دخلت حتى في الجامعه عايز بيزنس. اوكي فانا ما كنتش بذاكر، تمام يعني انا مش بتاع مذاكره. تمام. يعني انا في ثانويه عامه انا عادي انا جبت 69%. ده كويس 69 انا جايب 70 في حلو يعني. يعني انت جامد. انا جايب خلي بالك يعني. بالنسبه لي عادي بس هو بالنسبه لهم مش عادي. تمام يا عم، انا الوحيد في المدينه عندنا اللي شلت فيزياء، شلت فيزياء الوحيد. انا نجحت في الدرجه. جبت 6 من 90. ما شاء الله عليك. مش عايز اقول لكم درجاتي عشان ما يبقاش في غل ما بين. مش عايز الناس تحسدني. بس دخلت بقى بعد حوار ثانويه عامه ده، اللي هو انا من الاخر وقت كنت عايز اخش حاجه ما فيهاش اتندنس ما فيهاش ميد تيرمز، اللي هو انا مش هذاكر تاني. تمام. راح النادي يعني. فدخلت ايه دخلت اللي جالي اللي هو حقوق القاهره، أوكي. نفس الفيلد بتاعت بابايا، فهو طبعا بقى مبسوط جدا. مبسوط ونيابه وبتاع وهتبقى زي ومش عارف ايه، وهو مفيش الكلام ده اصلا. اوكي. رحت بالظبط في ال4 سنين دول، او خلينا مثلا في اول سنه رحت مرتين، اتطردت مره والتانيه ما حضرتش. هدفي كله ان انا مش اللي هو ايه بقى، مش هقول لك يعني انا مش كان السوشيال ميديا او الفيديوهات اللي كنت بشوفها، يعني انت لو فتحت عندي الاكسبلور كلها هاو تو بي ذا 1%، جامد. اللي هو ازاي بقى تسكيب الدنيا دي، واللي انا عايز اعمل فلوس من غير ما ابقى شغال عند حد. تمام. ده كده كده مهم في الاول يعني. انا حاسس الحاجه ان احنا فعلا بندور عليها يا جماعه اكتر من الفلوس، حاسس ان هي ان احنا نمتلك وقتنا. الوقت اكبر يعني اكبر اسيت ممكن تبقى يبقى معاك يعني. لو انا ما كانش عندي وقت في الجامعه ما كنتش عرفت كنت هبدا، كان زاني ابدا اول كورس دلوقتي. صح. فاللي انا عملته ان انا مثلا ايه خلاص بدات بقى والكلام ده كله، فانا عايز اللي هو ايه ابقى بعمل فلوس وفي نفس الوقت انا عندي وقت. وجربت ان انا يعني الحمد لله ان انا جربت ابدا اشتغل من سن صغير. جامد. كنت حاسس ان ده اداك اكسبيرينس، وده زي ما كان بدري بيقول وعرفت ناس وجربت الحياه عامله ازاي من بدري. طب هل انا عايز كده ولا لا؟ كنت في الاول مبسوط ان انا بصرف على نفسي. ابويا طبعا كان اللي هو مبسوط، بس في نفس الوقت طب ليه هو انا يا ابني مقصر معاك؟ اللي هو الكلام ده بقى كده، مع ان دي حاجه حلوه ان انا ببدا من بدري. صح. عشان مش بعد ما اتخرج فين الاكسبيرينس فين الحاجات دي. بدات بقى والحاجات دي انا والهاند بول كنت بلعبها من زمان. جامد. بطلت سنتين بسبب ان انا بتصاب كتير. انت بدر انت بتلعب رياضه برضو صح يا بدر؟ انا كنت بلعب كوره في الاول، بس دلوقتي بقى جيم ككوتشنج اونلاين. بس كنت بتلعب كوره، كنت في فريق وبتاع بس بعديها ما اضطريت اسافر بطلت بقى. بس عايزين نتكلم برضو يا جماعه عن الرياضه. انا بحس ان الرياضه الحاجه اكتر حاجه خلتني اكون عندي الديسيبلين، روح الاستمراريه عامه، واللي هو ان انت تحط الاكسترا اللي هو انت مش قادر خلاص، لا بس انا هنزق اخر دي اللي هتخليك تستاند اوت، اللي هو الزوج مش قادر دي. بالظبط. هو ده يعني انا اصلا لما رجعت بطلت سنتين كان جالي اصابه في رجلي، وما كنتش مستواي ما كانش زي دلوقتي. كان الموضوع لسه بقى ما بنلعبش في دوري المحترفين والكلام ده. دوري المحترفين انت بتلعب فريق يعني في المنتخب وكده ولا حاجه؟ انا ليه لا ما دخلش منتخب، بس احنا عندنا الكوره مثلا اعلى دوري الممتاز. اوكي. احنا عندنا المحترفين ده اللي هو فوق الممتاز. اوكي. اللي هو في بقى ناس بتلعب في منتخب وفي ناس محترفه بره والكلام ده. جامد فشخ. فلما رجعت النادي بتاعنا نادي المعادي، وانا اصلا ابن النادي، فرجعت بقى والكلام ده. قعدت 8 شهور مثلا كنت راجع اللي هو انا هجرب ارجع، وكانت اخر سنه في جيلي. يعني انت ليك سن بعد كده بتبقى فيرست تيم. اللي يكمل بيكمل، واللي ما بيكملش خلاص بيشوف حاجه تانية بيبطل. قعدت 8 شهور مثلا ما بلعبش، بس كنت بتمرن. اللي هو انا جربت اللي هو ايه انا يعني مش بقى على كلام موتيفيشن كده، بس انا مش عايز ابقى اصل دي لو ما جاتش انا هرجع تاني نفس الشركه، فاهم؟ ومش عندي وقت والكلام ده كله. وانا عارف ان انا لو ان شاء الله عديت وبقيت كويس في الهاندبول، فاينانشال وايز هبقى كويس، وكونكشنز والحاجات دي كلها، يبقى عندي وقت تمرين مثلا ساعتين في اليوم، فعندي وقت جنب الهاندبول اعمل بيزنس واثنين وثلاثه، فيبقى عندي كذا ستريم اوف انكم. فانا لا ده مع الوقت هيسكيل جامد. فقعدت بقى لحد ما نزلت 8 شهور بتمرن، اللي هو هتيجي وقت اما تيجي، لحد ما في مره حصل الناس اللي معايا في الفرقه اتصابوا فنزلت.
انا اصلا ما كنتش عارف انا بلعب كده ازاي، لو الماتش كان ماشي جامد. كانت ماشيه لوحدها. جامد جدا. وقد ايه؟ بس بدأ يبقى ليا كونتراكت بقى الحاجات دي، بقيت باخد الفلوس من الهاندبول. ما شاء الله. بدأت حوار البودكاست ده هدفه ان انا كنت عايز ابقى ايه، يعني كنت بشوف دايما الفيديوز اللي هو حاول تبقى قاعد مع ناس نفس اللي انت عايز تبقى زيه واقعد معاه. صح. فاهم؟ اللي هو مثلا انا مثلا نفسي ابقى زيك، فعشان كده كنت بقعد اكلمك. فاكر اللي هو بعت لك كذا مره، واول مره لما جيت لك انا وبدر صح. اللي هو بعمل فيديوز كونكشنز، اخد الايميل بتاعه ورقمه بقى معايا كونكشن اكتر. ايوه سنتين حتى اللي هو انت مرة دي اتكلمت بقول لك ايه الحق الغي كل حاجه بكره جامد. احنا رايحين. فبس ودلوقتي الحمد لله يعني البودكاست ما فيهاش فولورز كتير، مش فارقه. بس لا مش فارقه يعني، حتى لو مش موضوع فولورز، اللي هو ما دام انا بالظبط. بانسباير حد او اديت لك فاليو اثرت فيك، انا بالنسبه لي انا تمام. بالظبط. وممكن هنتكلم في الحته دي، فممكن نكتبها ازاي البيرسونال براندز، حتى لو بيرسونال براند صغيره. يعني انا بقى تحسبها، انا عندي دلوقتي عادي اقول انا عندي مثلا 188 فولور، لسه منزل فيديو من ربع ساعه قبل ما اجي. انا حسيت لو انا قاعد في اوضه فيها 188 واحد بيسمعوني، لا ده عدد. انت ما اعتقدش 188 واحد هيكفوا شقه هنا. قصدك يا بدر الشهر؟ كبر بقى. لا فعلا مش هيكفي. جامد جدا. و نرجع هنا بقى كابتن اسلام كان ايه اول حاجه بقى؟ الموضوع خد وقت قد ايه على بال ما ابتديت تعمل فلوس اصلا؟ تمام. وبرضو انا عايزك تتكلم برضو ان انت يعني بادئ من غير ولا اكويبمنت ولا اي حاجه خالص 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 خالص، عشان الناس اللي تقول انا معيش كذا، اصلا معيش، اصلا انا لازم اشتري، هستنى الماك الجديد ينزل عشان اعرف اعمل اديت، فاهم؟ انا مستني اخد مش عارف ايه. فكلمنا على الحته دي، وكلمنا امتى اول مره عملت فلوس فيها. تمام. علي صوتك. اول حاجه، السؤال الاول ايه تاني معلش؟ السؤال الاول، انت ازاي جبتها من تحت خالص وعرفت برضو تعمل تشتغل وتعمل شغل، وازاي عرفت تابجريد في الاكويبمنت والكلام ده كله، وخدت فلوس ازاي وكده، وكان ايه اول مره تعمل فلوس؟ تمام. اول حاجه انا وصلت لك بالموبايل، يعني تمام. مش بمايك ولا اي حاجه جامده فشيخ يعني. فاهم؟ واول مره عملت فيها فلوس بعد حوالي 5 شهور شغل. 5 شهور شغل. 5 شهور شغل قد ايه بقى؟ يعني قد ايه يعني قد ايه شغل؟ لا كنت بقول لك انا لحد دلوقتي بنزل كل يوم حوالي من 2 ل 3 كونتنت كل يوم. فكنت بنزل كتير قوي، كنت بشتغل ببلاش كتير، قعدت 5-6 شهور ببلاش. تمام. لغايه ما بقى في نتائج طلعت. وكنت بتشتغل ببلاش ليه يا اسلام؟ انا بصراحه كنت زي نفس حوار يعني ايه، نفس الحوار بتاعك بالظبط، اللي هو انا كنت متاكد ان في حاجه كويسه تحصل، انا بعمل حاجه كويسه وبفيد الشخص اللي قدامي واديله فاليو، فاكيد في حاجه كويسه تحصل، خصوصا الناس دي جامده فشخ. فاهم قصدي؟ وبعدين انا كنت قبلها، يعني اول ما ابتديت شغل كنت انا مكلمك، فانت قلت لي كمل وكده، وكان شغلك يعني يعتبر نفس الشغل، بس انا اللي على صغير. فاهم قصدي؟ فكنت مكمل عشان كده. وبعد كده ابتديت بقى بعد 5-6 شهور جبت فلوس بقى. امتى بقى جبت فلوس؟ يعني كان ايه اللي خلاك تقدر تاخد فلوس، وفي الاول ما كنتش بتعمل فلوس، وامتى قدرت تطلب فلوس؟ انا ما طلبتش، هم اللي ادولي. لما لو نفس الموضوع زياد، لما لو في فاليو وفي نتائج بتطلع كويسه، قال لك لا احنا كده ما عندناش جامع بقى لو ما قدرناش الراجل ده. فاهم؟ صح. بس في ناس ما عندهاش دم، ما بتبقاش عايزه تدفع. جمال قوي الناس اللي بتشتغل معاها موضوع. ايوه ده بقى ترجع ليك انت. يعني انا الحمد لله من بقالي 2 بجرب حاجات واتعامل مع ناس كتيره وكده، فالواحد انت بتشوف الشخص على طول بتعرف. يعني مثلا واحد زي يوسف صبري بيقدم كونتنت اللي هو بيشجع الناس وبيلهم الناس، مش هيكون يعني بيعمل حاجه غلط. فاهم قصدي؟ فانا كنت بختار الناس برضو، مش اي حد بدخل له او اي حد كده. يعني برضو بتعمل الريسيرش بتاعك. بالظبط. والموضوع سهل يعني، انت لازم تختار حد شبهك برضه، يعني يكون قريب من المايند سيت بتاعك، عشان ايه؟ تفهموا بعض تفهم نوع الشغل، تظبطوا الدنيا مع بعض. يعني ممكن نقول يا اسلام ان انت اخترت نيش معين ركزت فيه، وهو ده اللي عمل جامد، فجبت واحد بعد كده التاني التالت الرابع الخامس السادس. نفس الطريقه زي ما وصلت لك، وصلت للجاي بالظبط، بس الصوره مختلفه بقى. كل واحد ليه مشكله، لقيت مشكله معينه ودخلت حليت نفس ده. يعني انت وقتها التيك توك عندك كان ضعيف ولا حاجه، كان 50,000 مثلا. وبرضه يعني لما اتفرجت على البودكاست بتاعك انت ودورك، كنت انت شغال
مع شخص تقيل قوي تاي لوبز. فانت كنت بتقول انت وصلت له ازاي؟ عملت له فيديوز وبعتها له، كان عنده مشكله في الفيديوز، فاهم ازاي ليه ما عملش نفس الموضوع؟ صح. يوسف محتاج ده، فاهم؟ فعملت نفس الحوار وكده. بقيت بقى يعني ايه، مثلا عمرو عايز ادخل له بطريقه، انا اخش اشوف عمرو ايه اللي ناقصه، ايه اللي انا اعرف اعمله، او حتى لو انا لو ما بعرفش اعمله بس عايز اشتغل مع عمرو اتعلمه واعمله عشان ايه، ابقى لي علاقه مع عمرو كويسه هتفيدني بعدين في اي حاجه. جامد جدا. انت لسه لغايه دلوقتي بتتعلم حاجات جديده يا اسلام؟ كل يوم بتعلم، كل يوم بتتعلم من حد اصغر مني اكبر مني، لازم تتعلم من اي حد تقابله حتى لو اصغر منك، ممكن يقول لك كلمه تغير حياتك وانت مش واخد بالك منها. وبتاخد كورسات قد ايه ممكن نقول مثلا اونلاين؟ لا كتير فشخ، كتيره. كتير فشخ. والانجليزي برضو بتاعك، انا يعني انت امبارح كتبت لي بالانجليزي، الانجليزي بتاعك اتحسن اكيد بطريقه غير بالظبط يعني. طبيعيه. قول كده مثلا 50 كده، ده اكتر او اكتر مثلا، اكتر بكتير يعني. المشكله انا بفهم اي حاجه وبتكلم، بس اللي هو عشان ما فيش استمراريه. بس في الكتابه انت تمام 100%. لا الكتابه تمام. اصلا بقول لك انا في كلاينتس اجانب كلمتهم واشتغلت معاهم وعملت لهم شغل، بس كان فاضل حاجه واحده اللي هي الزوم. فالزوم ده انا فهمتهم، قلت لهم 60 يوم بالظبط هكون انا توب وكويس، فاخش نظبط الدنيا مع بعض وكده. وكلهم ما شاء الله ناس كويسه قوي يعني، حتى ممكن هشتغل معاهم ببلاش عادي، بس بعد كده بعد اللي ببلاش بقى انت هو زي لو انت استثمار، فكر على المدى البعيد. جامد. انت بس انت ازاي تقدر تفكر على المدى البعيد؟ عشان انت معاك فلوس كتير فشخ دلوقتي، انت غني فشخ، فانت مش فارقه معاك الفلوس تيجي لما تيجي. لا خالص انت طب بتبتدي انت معاكش هنيه اصلا. تمام. بس ايه اللي يخليك تقدر تفكر اصلا المدى البعيد كده، ان انت مش مشكله عشان مثلا واحد زي يوسف عمل، فانت بتمشي على نفس الخطوات بالظبط. عشان شفت في حد عمله هي نجحت يبقى يعني. انا خدت منك جهاز تمام، وانت اديتني كورسات كويس. انا في الوقت ده قلت هو انا لو ما نجحتش او ما كملتش او ما عملتش دي بتاعتي، فهي نفس الموضوع. الشخص ده نجح في الموضوع ده، لان لو ما نجحتش يبقى في حاجه غلط. هي نفس الموضوع. فانت لازم تشوف شخص وتمشي زي ما هو عمل بالظبط. اكيد كل واحد مختلف بس النهايه واحده، فاهم قصدي؟ جامد جدا بالظبط. جامد والله. عاش اسلام. ايه رايك؟ جامد قوي قوي يعني. مش عارف انا ايه اللي جامد ايه، انا هو امشي بقى. كلمنا بروح عن رحلاتك. ايه رايك في كلام الاسلام قاله؟ جامد الصراحه. هو يعني هو انت بتريليت فيه بقى، يبقى عندك منتور. هو انت ما ينفعش تمشي في حياتك كده وانت ما فيش حد بتلوك اب تو هيم تاخد منه الخطوات. والموضوع يا اسلام مشي معاك يعني؟ اللي انت كنت متخيل ان هو هيحصل حصل فعلا؟ انا اول ما بدات حوار التيك توك قلت في طريقين: اكمل في الجامعه. انا ما سبتش الجامعه الا لما البيزنس بقى يطلع انت سبت الجامعه انت كمان؟ للاسف ما لحقتش اسيب الجامعه. لا ما كنتش، بس مش هي طريقه، مش عايز اكمل عشان اهلي يتفرجوا على الموضوع. فانا في حاجه في دماغي انا ومحمد بس. انا هو عامل خطه هو عامل خطه مش عايز يدور الخطه عشان نروح بس. عشان نعرف نروح البيت. فانا ما سبتش الجامعه لما الموضوع ابتدى يطلع فلوس. قلت في طريقين لما انا ابتديت الشغل ده معاك وقعدت معاك وكده. قلت انا في الجامعه يعني مشيت بقالي كام سنه بتعلم، ما وصلتش اللي انا عايزه. هبتدي هنا وهاخد سنه نجرب. في حاجه اتغيرت، المايند سيت اتغير، بقيت بعرف اتكلم مع الناس، اقنع اي حد باي حاجه. موضوع الماركتنج كده عادي ادام انت كويس ومثلا خلينا بنتكلم في منتج، انت ده متاكد من المنتج بتاعك ومتاكد ان هو هيحل مشاكل ويفيد الشخص ده. انت مش محتاج بقى يقول لك عشان تقنع الشخص في 3 ثواني مش عارف تدخل على اليوتيوب. انت ده عارف المشكله. يعني مثلا اقول لك ايه، يوسف مثلا بيحب الطواقي الكاب مثلا، وهو ما فيش مش عارف اقولها ازاي، بس هو محتاج طواقي، انت معاك طواقي وهو ما عندوش. صح. خد طاقيه وكويسه يعني، هي الكواليتي بتاعتها كويسه وكل حاجه. الموضوع بسيط خالص، مش محتاج ان انت بقى تدخل على يوتيوب وتدور بس لازم تشتغل ولازم لازم تدور اكيد يعني لازم جامد جدا. ايه رايك يا بدر في الكلام ده؟ ايه اللي انت ايه اللي اثر فيك او ايه what can you relate with من لان الموضوع بسيط فعلا. يعني انت تعمل فلوس الموضوع بسيط. انت محتاج تحط اللي انت بتعلمه انتو اكشن. ودي المشكله اللي كانت عندي، ان انا كنت على طول ال5 سنين اللي فاتوا انا ما بداتش اعمل فلوس غير اخر سنه مثلا.
السنه اللي فاتت كلها كنت بتعلم بس، واقعد اسمع واسمع 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 واخد نوت واسمع كمان مره، واسمع لك واسمع للدره واسمع لجاري في واسمع لانتربرنورز كتير فشخ. هو هي فين الفلوس؟ بسأل نفسي هي فين الفلوس؟ الفلوس لو بتجيش يعني ما انا بسمع عمال اسمع. طب في فيديوهات حافظها. طب ما انا فاهم المفروض اعمل ايه، يعني انا فاهم المفروض ابيع ازاي، طب وفاهم ازاي ابني بيزنس، ودماغي نظيفه. فين الفلوس؟ انا مش فاهم لحد ما فهمت. طب هو لازم I need to put what I learned into action، لان الفلوس عمرها ما تيجي لوحدها، فاهم؟ لازم تحط اللي انت اتعلمته مره واثنين وثلاثه، ده هينجح، ده مش هينجح. فانا بدات اعمل فلوس لما فعلا ركزت في البيزنس اللي انا عايز ابنيه من الحاجه اللي انا بحبها. زي حوار الكوتشنج والاونلاين. يعني انا دلوقتي شغال في النتورك ماركتنج. شغال مع شركه نوتريشن هي رقم 1 حاليا في العالم دلوقتي. اللي خلاني ادخل في الموضوع ده مع ان الناس كلها بالنسبه لها بيراميد سكيمز مش عارف ايه وسكام والكلام ده كله، I don't care, I love it, I enjoy it. انا عاجبني الموضوع، فاهم؟ شايف نفسي فيه. نفس الحاجات اللي بعملها هي نفس الحاجات اللي محتاج اعملها في النتورك ماركتنج، فاهم؟ فليه ما I don't even feel like I'm working، فاهم؟ مش عمري ما بحس ان انا فعلا مضطر ان انا ابيع المنتج ده للشخص، لان دي اوريدي حياتي. بروح الجيم، بحب اساعد الناس، بحب ابيع للناس، احس ان انا بعت للشخص حاجه، ده بحس ان انا ضحكت عليه، فاهم؟ ده بيديني سعاده، فاهم؟ في الاول وفي الاخر بدي فعلا فاليو للناس، ان انا فعلا هغير حياته. ان هو this person like needs to feel better، محتاج ان هو يخس، محتاج يحس السبلمنتس دي فعلا، او الحاجه اللي انت بتبيعها فعلا بتساعد، او انت حاسس ان هي فعلا بتساعد. هو in the end مش سبلمنتس اللي هتعمل الماجيك، فاهم؟ بس انا بوفر له حاجه هتخلي حياته احسن، تمام، بسهل له حياته. تمام. عايزك تكلمنا على السكيل انت استخدمتها وعملت بيها حاجه وديتك في حته ان انت اتعلمت فيها لوحدك، تقريبا الفيديو اديتنج. الفيديو اديتنج، ان انا ابني البيرسونال براند بتاعتي، دي كانت اكتر حاجه فرقت عندي بالذات في النتورك ماركتنج. لان في ناس كتيره دلوقتي اللي هو بتحاول تبيع وخلاص. طب انت فين شخصيتك، فاهم؟ انت انت بتبيع فعلا للشركه، حلو. طب في الاول وفي الاخر الناس مش بتشتري، people don't care which products you're selling to them، فاهم؟ they care about you. هم عايزين يشتروا، هم بيشتروك حرفيا انت، صح؟ هم بيشتروني انا، فاهم؟ هم عايزيني انا اللي اديهم برودكت، انا اللي اديهم السيرفيس، انا اللي فولو اب معاهم، فاهم؟ ف building my personal brand دي كانت اهم حاجه. عندك كام فولور؟ يعني انت عندك مثلا 2-3 مليون فولور مثلا؟ لا عندي بتاع 2100 وده مخليك تعمل فلوس، ومخليك ان انت يبقى عندك اسم ودي بيرسونال براند شغاله. بالظبط. ممكن تقول لنا ليه يا بدر حتى ب 2000 فولور انت عارف تعمل حاجه؟ لان I'm putting the work. انا بكونتاكت people every day. دايما بخرج بره الكومفورت زون بتاعتي، بحاول اعمل كونكشنز، بحاول ابروش بيبل بطريقه مختلفه دايما. كل مره بحاول اشوف ايه اللي بينفع وايه اللي ما بينفعش. لازم تشوف في الاول وفي الاخر ايه اللي بينفع عليك انت، فاهم؟ لازم تشوف ايه اللي انت حابب انك تعمله، ايه الطريقه اللي انت حابب تاخدها ان انت توصل بيها للناس. عمرك حاولت تعمل فلوس بسرعه فشل وحصلت؟ حصلت في الكريبتو كورنسي. وايه اللي حصل بقى بعدين؟ دان وات ما حسيتش فعلا بقيمه الفلوس. انا في فتره عليا كنت قعدت بتاع 9 شهور بتعلم فعلا تريدنج، حطيت وقتي كله ليه، وصلت فعلا مرحله اللي هو بقيت افهم الشارتس مثلا 85%، وفعلا كنت واخدها كسورس اوف انكم. كل يوم فعلا بدخل بعمل فلوس. وصلت بعديها اللي هو ما كنتش حاسس باهميه الفلوس، ما كنتش حاسس فعلا ان انا بعمل a difference، مش حاسس ان انا بعمل impact في البيرسون اللي قدامي، مش حاسس ان انا بدي فاليو. فما حسيتش ان دي حاجه فعلا انا عايز اعملها، فوقفت. بقيت بس لونج تيرم بس دلوقتي. جميل جدا، عاش. وانا بقى نتكلم في حته التريدنج دي وابقى اقول رايي عنه. فواحد ابعت لي صوره على واتساب واقول له I don't care about trading. انا يقعد يبعت لي. انا فاكر يوسف لما انت دايما بتنزل على طول ستوريز على الاكسبيرينس بتاعه، مش عارف ايه، كنا بنعمل ارقام قوي. بس هبقى اتكلم عن اللي وقفت التريدنج، وهبقى اتكلم عنها يعني why I don't care about trading. يعني هبقى اقول يعني
انا ما بقولش ان هي ما بتعملش فلوس، هي ممكن تعمل هي فلوس. بتعمل هي ممكن تعمل فلوس كتير جدا، بس هبقى اشرح برضو like what I believe in. والحاجه اللي بدر قالها حاجه لذيذه جدا، يعني ان هو مش حاسس ان هو he's you know he's building something or he's giving value back or anything you know. بس زياد، ايه اول حاجه بقى حسيت ان انت ابتديت تعمل فيها فلوس؟ كان ايه اول كلاينت ابتديت تعمل فلوس غير اللي اداك غير اللي قالك انا لا انا كده لازم؟ انا اول فلوس ليا خدتها كانت من الكونتراكت بتاعي في الهاندبول، جامد ان انا من 8 شهور شبه طول ما انت تحت سن معين بتلعب فور فري جامد لحد ما بروفيشنال كونتراكت مكتوب عليه عقد لاعب محترف، اللي هو انا خلاص انا بقيت مع البروفيشنالز. اللي هو انا بسطتني في ايه، انا بعمل حاجه بحبها وحاجه هيلثي بالنسبه لي وبتعلمني ديسيبلين لايف ستايل حلو، ببقى قاعد مع ناس شبهي اللي هي الرياضه وساعتين في اليوم وبتديني فلوس، فاللي هو حلوه. وفي نفس الوقت بقيت في ستريس ايه، اللي هو انا دلوقتي عندي ايدج شويه، ان انا مثلا انا في غيري بيشتغل 9 ساعات وبيروح في ساعتين ومش لاحق يعمل اي حاجه. انا بشتغل، انا بتمرن ساعتين ولا الفلوس قشطه حلوه. عندي وقت اللي هو انا الوقت ده كله لو ما عملتش، يعني انا عايز نفسي يبقى عندي يعني ده الجول بتاعي انا لونج تيرم. اكيد عايز يبقى معايا فلوس والكلام ده، بس انا عايز يبقى مش انا بعتمد على حاجه واحده بس بتدخل لي فلوس. يعني انا كده كده سواء دلوقتي او بعدين هبطل رياضه في يوم، جامد هتصاب، هكبر، هعمل اي حاجه، عايز يبقى عندي كذا ستريم اوف انكم. يعني حتى لما اتكلمت معاك اخر مره في الفيديو اللي فات وسالتك قلت انا عايز اوصل لرقم معين، لما انت قعدت تجزأها لي لحاجات صغيره لقيت الموضوع ده اسهل بكتير. انت عارف رقم معين انا بلبسه دايما؟ رقم معين انت بتلبسه؟ انا دايما بلبس الارقام اللي انا ببقى عايز اعملها. 50 ولا بس 50 ايه 50 ايه سؤال حلو. 50 مليون دولار يعني هيبقى 50 that's my goal. فحسيت ان هو لا انا فعلا لما قعدت ان انا لو كنت يعني ان انا استحملت 8 شهور انا ما بنزلش، انا بتمرن بس. وابويا مثلا اجي اتكلم معاه، انا ابويا وامي كده كده واهلي عامه اكتر ناس بتسابورت، يعني اللي هو ابويا من النوع اللي هو يقول لي رايي بس انا مش بقول لك اقف اللي انت بتعمله، اللي في الاخر دي حياتك اعمل اللي انت عايزه. فبيسابورت معايا، بدا يلاقي ان انا لا 8 شهور بس انت عشان برضو يعني مسترجل في الحاجه اللي انت بتعملها برضو. يعني انا بالنسبه لي اللي مثلا من اول السنه دي حتى كنت ساعات بتكلم مع بدر على الواتساب واصحابي وكده اللي مثلا بيعلموني. اتعرفت على بدر ازاي؟ مدرسه يعني انا بالصدفه كنت بعمل فيديوز على يوتيوب وبتكلم مع واحد صاحبي اسمه مهند، فقال لي انا واحد كان معانا في المدرسه ما قاليش بدر بيعمل فيديوز على يوتيوب، بعت لي لقيته بدر، فقعدنا نتكلم ومش عارف ايه، طب اعمل ايه، جرب اعمل دي، طب جرب اعمل دي، هات المايك دي، هات الكاميرا دي. فلا انا حد معايا بيعمل نفس الحاجه فالموضوع بقى بيبوظ اكتر. فمن اول السنه دي خدت قرار ان هو انا هجيب 100% في كل حاجه. يعني تريدنج خدت كورس كان مكلف، بس اللي هو في الاخر الفلوس دي هتتصرف فيها حاجه تافهه في خروجات كتير وفي الاخر ارجع انا اللي عندي. انا عاجبني ان انت بتصرف على نفسك جامد. بقول لك الصراحه في الاول ما كنتش كده، فبقول لا طب انا هخليهم معايا. وبدات بقى يعني مؤخرا بفكر اللي هو طب انا هخليهم معايا من بقى ايه، يا هاكل ممكن كذا مره، يا هخرج، يا هسافر، يا هجيب لبس. الحاجات دي مهمه بس في الاخر الحاجات دي قدام مش هتجيب حاجه. والحاجه يا جماعه الحاجه المهمه جدا اللي انا كنت قلتها في الفيديو اللي هو لوحدي، يعني بالتضخم اللي بيحصل في العالم كل ده بالذات لو هو مبالغ صغيره الواحد بيعملها، يعني حتى لو $500 $1000 يعني كده هتدبل حتى لو بالجنيه يعني. بس انا اقول في حال 200 300 400، انت لو سالتني يوسف احط الفلوس دي فين عشان تعملي فلوس، يعني تعملي فلوس في نفسك، يعني لو حاجه سيف وممكن احتمال مش هتخسرها اخرك، يعني سيف هتعمل 4% في السنه، هتعمل يا عم 10% في السنه، يعني على $1000 هتعمل في سنه في 12 شهر هتعمل $100 زياده. حاجه $100 الزياده دي طبعا حاجه لو بس انت لو خدت الفلوس دي واشتريت كورس مثلا، اشتريت 10 كورسات كل كورس ب$100 $1000 دول، تفتكر انت مش هتعرف تزود سكيلز عندك ان انت تعمل اكتر من $1000 دي ولا مش هتعرف؟ هعرف اكيد طبعا. وده حصل معاك بالظبط، ان انا كنت اللي هو الفلوس دي طبعا هخليها معايا عشان اعمل بيها حاجه. يعني كورس التريدنج اللي انا كنت خدته مؤخرا يعني من كام شهر كان $1000. ما كانش معايا غيرهم حرفيا، بس خدته اوكي ولقيت شركه بتدي فاندز والحاجات دي، بدات اتعامل. بدات ان انا لما حتى لسه كنت بصور من فتره، انا كنت عايز زي ما قلت لك خايف ان انت تصرف $1000 دي.
يعني دي كل اللي ما تملك. او انا مؤخرا ما بقتش بخاف اصرف فلوس ما دام هي في حاجه في كورسات. قبل كده كنت بقعد احسبها الصراحه، لو انا اصرفها طب انا هخرج بكره اعمل ايه بقى ومش عارف ايه والكلام ده، طب ده الساحل جاي مش عارف ايه، بقيت اللي هو لا انا بالنسبه لي بقيت انا وصلت الليفل يعني الحمد لله يا رب افضل كده ان انا ما بزهقش وانا بشتغل. يعني انا مثلا كاي حاجه انا بصحى من 7 الصبح الليست بتاعتي ان انا يعني انا في الاول ككلاينتس في الايجنسي دي مثلا انا كان معايا كلاينتين، انا الكلاينتين دول يعني انا كنت عامل بيج مثلا على تيك توك بتاعتي تعمل حاجات عن الدين وكده بالتارجت الناس الاجانب وكده، كلها اورجانيك، الفيديوز بقى تجيب 300,000 فيو والحاجات دي كلها عشان عايز بورتفوليو لنفسي. بس انا لو رحت الكلاينت اريد شاوت ليه هيقول لي انت اشتغلت مع مين فهسكت، فيقول لي اشتغل معاك ليه. ودي حته مهمه جدا يعني لو انا كلاينت نفسي كنت اول حد لقيت ريزلتس بقى احط ده على ده على ده على ده، واخد فيديو من الكلاينت ده يقول كلمه للايجنسي سيرفيس كانت حلوه ومش عارف ايه، بقى تفهم الميديا باينج في فيلد معينه ايه السيكريت بتاعها، ويبقى السيكريت بتاعي ما بقولوش لحد كده. دي حته مهمه جدا يا جماعه ان احنا نركز فيها، اللي هو للشباب اللي بتبدا. طب انا هبدا معيش كلاينتس، طب انت صح، وكلاينتس مش هتبقى عايز تشتغل معاك عشان ما فيش ثقه، هم هيثقوا فيك ليه؟ فين الشغل؟ هيروح للي معاه كلاينتس اوريدي، يعني ليه ريسك مع حد من الاول. بالظبط. الناس اللي بتعمل فلوس واوريدي معاها فلوس، وبالذات الناس اللي بتعمل فلوس كتير جدا، الناس دي يا جماعه عايزه تتاكد ان هي اولا وقتها اهم حاجه بالنسبه لها، وتاني حاجه ان البرودكت يطلع 100%. تمام. فانت لو ما تقدرش توريهم ده على طول ان هم مش هيضيعوا وقتهم والبرودكت 100%، مش هيبقوا عايزين يشتغلوا معاك. تمام. فطريقه سهله حتى لو انت بدل ما تعمل لكلاينتس ببلاش، ولو ما عندكش اي حد خالص، حتى في ناس هتقول لك انا لا ما تشتغليش ببلاش اصلا، انا ما اعرفش، انت ممكن تضيع وقتي. ان انت تبدا حاجه لنفسك زي ما بدر عمل، زي ما اسلام كان عمل. هو عمل صفحه، بس كان عمل صفحه بينزل حاجات مختلفه كانت بتاعته هو برضو، ما كانتش بتاعت كلاينت. وزي ما زياد عمل. وعلى فكره انا بدات كده برضو، يعني انا قبل ما يبقى عندي اي كلاينت كنت بعمل فيديوهات كوميدي واقعد امنتجها انا بنفسي. بعد كده اشتغلت مع واحد صاحبي عملت يوتيوب شانل، بعد كده رحت عملت واحد ثاني، بعد كده بس قعدت اشتغل على الكونتنت بتاعي. واولا كنت بعمل كونتنت كوميدي وانا ما كنتش كوميدي، وفيديوهاتي ما جاتش بتضحك، ما جاتش حلو، ما كنتش ده بالظبط الرياكشن. انت فاهم؟ بس كنت شايف ان في حاجه هتحصل. فبوينت مهم جدا جدا يا زياد. في الشركه بقى كلمنا عن الشركه، كان ايه اول كلاينت بقى انت رحت قدرت تطلب منه فلوس؟ هو اول كلاينت كان جه ان هو تبع حد، يعني انا الكلاينت معايا الايجنسي كلها احنا انا وفرح دي زي اختي برضو ماركتينج وكل حاجه. بدانا ان هو احنا بنتكلم معاها، انا شايف ان هي برضو شغاله في بنك وكل حاجه، بس هي مش عايزه تفضل كده على طول. فقلت لها احنا من الاخر انت فاهمه في الماركتينج واحنا سبيشالايزد اكتر في الميديا باينج، نريتش اوت كلاينتس ونعمل ايجنسي سميناها يونج بالز، ان احنا لسه بادئين في سن صغير وكده. كلاينت حد معاها في البنك قال لها اعرف كافيه بتاع فلان الفلاني، مش لازم اقول اسمه، في التجمع وبتاع، اوكي هنروحنا. هو اصلا كان معاهم واحد ماركتير بقاله فتره وما كانش فيه حاجه، فقلت لها انا هحط لك ماركتنج بلان وكل حاجه. ماركتنج بلان كأن انا حاطط فيها كل اللي انا اتعلمته في الكورسز، انا حطيته في بلان، وفي البرايس في الاخر انا كاتب لها فري. فقعدنا معاها قالت لي ازاي، قلت لها انا مش هاخد فلوس غير لما انت المكان يبدا البراند نيم يبدا يكبر، واغير لك السوشيال ميديا بكل حاجه وتمام. فقعد في يوم بنحط بلان انا وفرح، قالت لي الموضوع بقى بيد. قلت لها ليه كلمتيها؟ قالت لي لا هي اللي كلمت الحد اللي قال لهم علينا، قال لهم عاملين شغل حلو جدا عايز اديهم فلوس لازم يبقوا بيد. ساعتها بقى انا اللي هو لا انا فعلا اعرف اعمل فلوس. دخلت بقى في حته اللي هو انا ازاي فاليو نفسي. اوكي. انا قعدت ساعه اللي هو طب اطلب الرقم ده ولا هيسب لي ولا هيقول لي وانت مين يا ابني عايز تاخد الرقم ده؟ فقعدنا نتكلم في الاخر قلت لها ايه، بقيت ان انا ايه هقول رقم وهكتر السيرفيسز على قد ما اقدر. صح. اللي هو انا مش هنزل الرقم. وده برضه اتعلمته ان انا معايا دلوقتي جرافيك ديزاينر من احسن الناس يعني اللي موجودين، هو اللي قال لي الموضوع ده ان انا اكتر في السيرفيسز بس البرايس ثابت، اللي هو انا مش هنزل عن الرقم ده بالظبط. اللي هو انا بتكلم كأن انا احسن ماركتير في الدنيا وانا معايا كلاينت واحد. صح. وكلاينتين تانيين هم بتوعي، بس هو انا بس انت ما تعرفنيش. الموضوع مشي واحده واحده. من كام يوم جالي دانتست، جالي بيج هاندبول بتبيع سوفت ويرز بتاعت سبورت زراعه تحلل الماتشات وكده. فلا انا يعني شايف يعني الحمد لله كده كده الصراحه، يعني ان شاء الله افضل اكمل كده لحد ما الموضوع يبدا اللي هو جامد جدا. وحاجه مهمه جدا يا جماعه في المرحله دي. المرحله دي اصعب مرحله، يعني المرحله دي في البيزنس بتبقى اصعب مرحله، اللي هي اول سنه او اول 3 سنين انا بحسها بتبقى اصعب مرحله. وهنا اللي بيحصل انت هتستسلم او هتكمل، وهتكبر او مش هتكبر.
عشان اللي بيحصل دلوقتي انت هو ما كانش عندك غير انت نفسك كنت كلاينت، بعد كده شخص، بعد كده بقوا 2 بالظبط. بعد دلوقتي بقوا 3، بعد كده مش بيكبروا مرة واحد في الشهر، لا بعد كده بيبقوا 6، بعد كده 12، بعد كده 24. بالظبط. يعني هدفي ان انا مش عايز، يعني انا بالنسبه لي لو هيجيلي كلاينت هيديني مثلا فلوس كتير فشخ بس اشتغل معاه شهر، ولا اقعد معايا كلاينت بيديلي الربع بس سكسس ستوري بقى لها 3 4 سنين، هختار السكسس ستوري. صح. مش عايز اللي هو انا عايز حد يبقى مكمل معايا على طول، جامد اللي هو مش ده. يعني في كلاينت كده بقى عارف ان ده كلاينت عايز ياخد اللي هو عايزه ويمشي، جامد. بس انا ببقى رامي ان انا عايز ده يبقى سكسس ستوري، اللي هو لما يقعد مع حد في بيزنس تاني انت ايه اللي وصلتك كده، اتعاملت مع اتعاملت مع فلان الفلاني. الحته يا جماعه على الحته طبعا ازاي فاليو نفسي، حد يعرف ايه احسن طريقه ان الواحد يفاليو نفسه ازاي، وازاي يعرف يطلب من العميل بتاعه من الكلاينتس بتاعه فلوس قد ايه، حد يعرف ازاي يجرب. هو كده يجرب ويفكر في اللي هو قبل ما انا عايز فلوس انا هدي ايه اصلا، انا تمام ليه اطلب الرقم ده تمام عشان اعمل 1 2 3. تمام. الطريقه اللي انا بحب اشوف ازاي اولا انت قلت حاجه مهمه جدا انا عايز هايلايت يا زياد، ان انت تخلي الكلاينت يحس ان هو واخد كميه حاجات كتيره جدا وتوري له قد ايه حاجات، عشان هو ساعات مش فاهم. فمثلا انا لو هاجي مثلا هبيع له سوشيال ميديا باكج، هقول له مثلا انا هعمل لك مثلا 5 فيديوهات، الفيديوهات دي including music فيديو editing motion stock footage كل الحاجات دي تحت الفيديو، بس انا بفصل له فحاسس ايه ده كل ده بالرقم ده، بالظبط. فانا معاك. وهي الحاجات دي كلها فعلا بتاخد وقت، يعني الحاجات دي فعلا بتاخد وقت ان هي الواحد يروح يجيبها، والستوك فوتج احنا بندفع على السبسكريبشن مش عارف ايه، بس ان انت توري. وكمان هعمل لك التامنيل والتايتل والكابشن والكوبي رايتنج ومش عارف ايه، فان هو الواحد يحس ان هو لا، هو مش واخد سوشيال ميديا بس، هو مش واخد بوستنج بس، عشان في ناس كتير قوي مش بتفهم ايه هو بالظبط ده اندر فاليو. فان انت تستاك كميه الحاجات اللي انت هتعملها لهم دي بجد اميز. وهنزل لك مش على انستجرام بس، على سناب شات، تيك توك، فيسبوك ريلز، انستا ستوريز، هعمل لك ستوريز تبقى الستوريز لوحدها اللي مش عارف ايه، اتس فيري سوايب اب للستوريز عشان الناس تروح تتفرج. فان انت تستاك كميه الحاجات المختلفه ان انت تقدر، وانت لو ما تعرفش بدل ما تقول بس هعمل لك 5 فيديوهات، اعرف ال5 فيديوهات دي جواها ايه عشان تعرف تستاك الحاجات دي، عشان تخلي السعر شكله ولا حاجه بالنسبه لكل اللي انت هتديه. بالظبط. يعني انا ما كنتش عارف الموضوع ده، يعني الكريدنشال اللي هو علي الجرافيك ديزاينر اللي معايا هو كان قابل الموضوع ده، فاهم؟ ولقيت لا فعلا ان هو عنده حق. يعني في ناس بتبقى كده كده في مصر، بحس ان هو انت لو انا قلت لحد لا انا السيرفيس بتاعتي بجنيه هيقول لي ليه مش نص جنيه، اقول له فري، يقول لي لا انا عايز السيرفيس معاه شويه فلوس. فهو اي رقم اقول له هو هينزل عنه صح كده. صح. على فكره انت ممكن، ودي حاجه على فكره انت ممكن تغيرها، ان انت ما تعملش ديسكاونت، ان انت this is the price. انت ممكن تعمل برايس ليست، ولا هو انا في الاول كنت بعمل كده، لو حد يكلمني تلقائيا طب اوكي كذا كذا، فهو قال ده يلا افضل لحد ما قال الكلاينت بقى يروح مني اصلا، فاهم؟ اللي هو ده عمال ينزل ده مش لاقي، يلا بقى اروح لواحد تاني. بالظبط. ساعات لما يا جماعه ان انت تمسك في السعر ان انت مش تنزل، الكلاينت هيحس لا ده واثق من نفسه قوي مش عايز ينزل، ده معناه اصل بص هو عارف هو بيعمل ايه. بالظبط. وفي الاول طبعا انت ممكن تنزل، يعني هو الكلام ده بعدين. بس الحاجه اللي انا عايز اتكلم فيها يا جماعه ان انتوا لو في اي حد بيتفرج وهو حاسس نفسه لسه يعني في بدايه او في نفس المرحله اللي زياد فيها دي، انا عايز اقول لكم المرحله دي بتبقى اساسا اولا احلى مرحله اللي انتوا بتبنوا فيها البيزنس، ودي اكتر حاجات انتوا هتفتكروها في حياتكم. هي المرحله دي لما تبقى عندكم اول كلاينت، تاني كلاينت، 3 كلاينت، ورحتوا ازاي ل10 كلاينتس. بالظبط. انبسطت هتبقى مبسوط يعني، فاهم؟ هي دي احلى وانت بتعمل كده. بالظبط. هي دي احلى مرحله يا جماعه انتوا المفروض تنجوي، تستمتعوا بيها. شكرا. معلش عمرو مش هيتكلم تاني، تاخدوا شغل عمرو اسلام هتقطع عليه. ان انتوا تستمتعوا بيها يا جماعه، عشان هو ده فعلا النجاح، فاهم؟ سؤال اسلام، انت لما بتعمل فلوس بتعمل ايه بفلوسك بقى؟ بعمل فيديو اديتنج. لا بتعمل ايه لما في كلاينتس؟ بتستثمر فلوسك ازاي؟ بتاخدها بتروح تبعترها، تشتري بيها لبس؟ ايه اللي انت بتعمله بفلوسك؟ محمد عمال بيعمل كده. حاليا كان اللي هي تولز لابتوب، علي صوتك. حاليا تولز اللي هي لابتوب، اضاءات، الحاجات دي، عشان ان شاء الله ناويين نعمل كونتنت هيكسر الدنيا. جامد. ف وبرضه المعدات زي قلت تولز وفي كاميرا ان شاء الله جامده جايه. جامد.
وكورس بس مش حاجه تانية. جامد جدا. ففلوسك بتستثمرها في نفسك ده. بالظبط اهي. جامد جدا. وفلوسك دي انت كنت ممكن تجيب بيها حاجات تانية كان نفسك فيها من زمان. انا هقول لك الحته دي جامده قوي تقريبا. بيعجبني ان هو بيقول الحته دي جامده قوي قبل ما يقولها يا عم احنا اقول هي جامده ولا لا. هو بيقرر، هو عارف ان هي جامده. جامد يعني. قشطه انا نسيت اصلا. من ثلاث ل5 شهور اللي فاتوا كنت انا عشان جالي شغل كتير مع ناس تقيله جامده قوي في دبي، فكان لازم اسافر. المفروض كنت انا اصلا من نص رمضان سافرت، فان شاء الله هسافر قريب. فانا عشان اروح على الناس دي لازم أنا اكون بقى معايا مثلا ايفون جامد، المظهر، فاهم قصدي؟ عشان الارتباط الاول اكيد اهم حاجه، واكون قاعد مع الناس دي اللي هو يعني ايه شبههم من الاخر، فاهم قصدي؟ فانا كان الموضوع ده فشيخني في دماغي، اللي هو انا عايز اعمل فلوس كده على طول. شويه اخش في التداول بقى، شويه اخش في الكريبتو، شويه وكل ده وسايب يعني بقى. انا بعمل الشغل بتاع اللي هو ايه العملاء اللي معانا دلوقتي، اللي هو ايه عايش اليوم بيومه بالاخر يعني. تمام. بعمل اللي المفروض يتعمل وخلاص. هو ما احطش بلان ايه اللي هيحصل، هنوصل لغايه قد ايه، الكلام ده كله مفيش ده كله. وتسترس بقى دماغي هتفرتك، فاهم قصدي؟ كل ما اقعد مع محمد يا جدعان احنا ماشيين غلط، عايزين نعمل فلوس. لدرجه ان انا في يعني في شهور ما كلمتش يعني الناس اللي انا شغال معاها اكيد وقتهم برضو وكده، فهم ساعات بينسوا اللي هم يكلموني يبعتوا لي فلوس وكده. فانا اوقات انا اكلمهم، انا نسيت اكلمهم، كلنا نسينا. يعني احنا حاطين هدف احنا لازم نروح دبي، فاهم قصدي ازاي بقى؟ مع دبي طبعا فلوس كتير مع ان فندق بالظبط، مع ان احنا لو رحنا هناك هنعرف نجيب شغل ونظبط كل حاجه. بس اللي هو انت لما تكون عايز حاجه وفي ستريس، اللي هو ما بتبقى ضباب كده مش شايف قوي، فاهم قصدي؟ انما ما ابتدى دلوقتي كل حاجه تبقى تمام. مع ان لو كنت ركزت في الشغل بتاعنا كان كل حاجه كنت اعدي الفلوس اللي انا عايز اعملها اساسا. صح. فانا الموضوع ده لسه فاهم منه من شهر تقريبا، وابتديت اركز في الشغل. صباح الخير. بس ده عادي، يا جماعه ده عادي ان احنا، ده عادي مش عايزك يعني، عادي ان انت تتضايق من الموضوع. انا فاهم ان حاجه تضايق بس كلنا بنمر بحاجات زي كده. كلنا ممكن نصرف فلوس في الحته الغلط او نحط تركيزنا في حته الغلط. وهو ده اللي جامد، ان انت يبقى عندك ناس حواليك وان انت تحسن من نفسك، وهو ده اللي يخليك تعرف ان انت هتبقى جامد. عشان في ناس ممكن ما تحسش بده. بس في حاجه عايز اقولها بس على موضوع دبي ده. انا معاك ان انت لو رحت دبي ممكن تجيب كلاينتس وممكن تعمل كذا 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 كذا، بس اوعدك مش هو ده اللي هيخلي شغلك يفرقع. ازاي بقى؟ اوعدك عشان مش فارقه انت فين. الحاجه الوحيده اللي انا شايف ان انت لما بتسافر تقابل كلاينتس بتاعك، هي بتبني بوند مع كلاينتس وبتبني ثقه اكتر. بس انت اوريدي اتقابلت معاهم قبل كده. انا بصراحه اللي هو يعني الحياه الجول بتاعي كنت عايز ايه يعني. الحمد لله بقيت مع اكبر ناس في الميدل ايست. انا عايز بقى الطب دلوقتي فين؟ في دبي. ناس زي عندي روتيد ده، ناس يعني في شخص صاحبه لو تعرفوه اسمه تام خان. الشخص ده انا كنت اعرف اشتغل معاه، لو كنت رحت كنت اعرف اشتغل معاه. ولو اشتغلت معاه اتعرفت على شخص اللي هو يعني في تبع اندروتيت عموما من الاخر. اتعرفت معاه وحلت له مشكله وكل حاجه. انا كنت وصلت هناك كنت عملت شغل جامد قوي مع ناس تقيله، بحيث لو انا دخلت لاي حد خلاص انت. بس انت ممكن تتصرف من هنا، صدق. انا مو صح. انت ممكن تتصرف من هنا وممكن تركز ان انت ازاي تعدي حاجه معينه ان تخليك تروح هناك مرتاح. تمام. عشان هتروح هناك دي مصاريف كتير. يعني انت شايف المصاريف اللي هي هتتحط هناك حرام. صح فعلا. مش موضوع حرام. انت شايف لو هي اتحطت في البيزنس بتاعك وركزت في البيزنس بتاعك، ممكن تجيب حاجه اعلى ان هي تخليك تروح هناك وانت مستريح اسرع. لو ركزت في البيزنس ايوه هنا اكيد. تمام. وانتوا فريق. صح. يعني ممكن نعمل حاجتين في نفس الوقت. بس الحاجه الوحيده اللي انا عايز اقولها لك، مش عشان انت ما روحتش ده هيخليك تبقى في الموضوع ابطأ. بالعكس انت ممكن تفضل ان هي تكبر. انا الشركه بتاعك كبرت، عمري ما رحت قابلت كلاينت. بعد ما اشتغلت مع كلاينت تقريبا 9-10 شهور رحت قابلته. غير كده كل الكلاينتس اللي انا قابلتهم كلهم على زوم واونلاين. لغايه النهارده انا ما بروحش اقابل كلاينتس في اي حته. مش ان انت تروح في حته ان هم هيحتاجوا، هم اصلا مشغولين. الناس هناك مشغوله وراها حاجات، فمش زي ما انت متخيل. ممكن تروح هناك
ما يكونش هو اللي انت متخيله خالص اصلا. صح. احنا يعني اول ما فوقنا من شهر كده الحمد لله يعني غيرنا البلان خالص، ان شاء الله بعد العيد رايحين القاهره، نفصل بقى نبقى في شقه مع نفسنا كده يا هم، بس ونظبط الكونتنت وان شاء الله في شغل جامد بعد العيد. كسر الدنيا بصراحه. عاش يا اسلام، حبيبي. عاش يا اسلام. صح. وموضوع برضه ارجع لك موضوع الاهل، يعني حد يقول لك اهلي بيمنعوني، بابا ضدي، ماما ضدي، مش عارف ايه. انت هما بيقولوا كده ليه؟ علشان انت قاعد ما بتعملش حاجه. انت والله لو قاعد بتعمل حاجه وشغال على نفسك وبتطلع نتائج كويسه، هو ليه يمنعك؟ يعني انا اتحطيت في الموقف ده، ليه يمنعك؟ ما كل حاجه بالمنطق كده. هو بيتكلم معاك عشان شايفك قاعد ما بتعملش حاجه، فاضي ما بتعملش. انما لو عملت وطلعت النتائج خلاص هيسيبك بقى. هما برضه طريقه تفكيرهم مختلفه يعني. هم خايفين عليك. بالظبط يعني. هو كان زمان انا بالنسبه له اشتغل واخد فلوسي احطها في بنك في شهاده كده كده يعني. كنت برضه في نفس المشاكل، بس لازم احترم ان هو ممكن يكون لو انت ازاي قاعد ساعتين 3 في اليوم وبتعمل فلوس، اللي بيشتغل في شركه مثلا ممكن يكون مش بيعملها. فاللي هو مش مستوعب الحاجات دي، بس وانس ان هو لقاك انت مكمل ومصر هو هيزهق، فيقول لك خلاص انت بتعمل انت بتعمل حاجه حلوه يعني. وفي مصيبه تانية بيقول لك يعني يا ابني انت بتركز هنا ليه؟ ده مش مضمون. صح. ما انت لو جيت تحسبها مفيش حاجه مضمونه في الحياه، احنا ممكن نموت دلوقتي. صح. فاهم قصدي؟ مفيش حاجه مضمونه. وانت لو فهمت هي معادله، لو فهمت الموضوع بيمشي ازاي بالعقل كده. انا هبيع لك منتج يعني مثلا زي بدر تقريبا شغلك تقريبا بازل بيلدينج وكده، صح ولا؟ هيلثي لايف ستايل. بالظبط. انت بتدي منتج لشخص بتخلي حياته احسن. فاهم قصدي؟ بالعكس كده يعني بالمنطق كده، ليه مش هياخده؟ يعني انت هتاخد حاجه تخلي حياتك احسن زي السيرفيس بتاعتي. بدي لك حاجه ممكن تدخلك فلوس، ممكن تجيب لك علاقات، ممكن بتفيد الشخص. صح. ليه ما في اللي يمنع ده؟ يعني حد يقول انا لا مش عايز الخدمه دي، ده واحد تعبان نفسيا. صح. فاهم قصدي؟ بحس الموضوع اسهل، بحس موضوع ساعات البيزنس اسهل من الشغل. بس يعني سمعت هو اصعب، بس انا يعني دي مش كلامي. هو اسهل بس اصعب. يعني انا كنت يعني مش كلامي، كنت اتفرجت على فيديو لواحد اسمه سيف المسلمي كده، اللي هو طب انا اللي يخليني اروح اقعد اشتغل في شركه 9 ساعات وابقى خايف اتاخر وخايف كل حاجه ولازم ابقى ملتزم، والبيزنس ده محتاج مني ساعتين في اليوم ان انا ابقى اعمل نفس الحاجات اللي بعملها في 9 ساعات. صح. بس محتاج ديسيبلين اكتر. فلو حسبتها هتلاقي لا، يعني هتلاقي ده دوبل اكتر ان هو يتجاب يعني. من فتره كلمت الرجاله، كنا بنتكلم بقول لهم احنا بنعمل كده ليه لما كان في ضغط شغل وكنا مشغولين على الاخر، وكان في مشاكل بقى عندنا برضو في البيت وكده، فالواحد بيبقى مش شايف. فبقول لهم احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ احنا ممكن، طب ما احنا ممكن نشتغل في اجمد شركه في العالم نعرف ندخلها. ويعني وانا عندي 16 سنه كنت واخد شهاده من جوجل. كنت انا الحمد لله طموحي على طول عالي. جميل. كنت وانا عندي 16 سنه كنت انا عايز ادخل حاسبات، وانا الشخص اللي متخرج من حاسبات انا كنت بفهم اكتر منه في النتورك والشبكات بقى وسيسكو كمبيوتر ساينس عموما كل الكلام ده. فانا كنت حاطط جول اللي انا جوجل على طول هشتغل فيها. فانا كنت بقول لهم احنا ليه بنعمل بيزنس وضغط وستريس؟ اصل انت كل مدى عايز تعمل فلوس اكتر، كل ما تعمل فلوس اكتر كل ما الضغط بيزيد. فالموضوع صعب قوي. فاقول لهم احنا ممكن نشتغل في اتخن شركه واجمد شركه، واحنا نعرف نقنع اي شخص. لو دخلنا على مدير ممكن نخليه يزود لنا مرتب. يعني ايه، في حاجات في علم النفس ممكن نعملها عادي انت يعني ايه بنكتسبها. فاهم قصدي؟ فبس لقينا نفسنا غلط خالص. مش ده، انت برضو لما بتبقى مضغوط ما بتعرفش تفكر كويس، فلازم تهدى وتشوف انت عايز ايه في الاخر. لقينا الموضوع مش ده اللي احنا عايزينه، فغيرنا الموضوع خالص. عادي يا جماعه، عادي ان الواحد يحصل له فترات ان هو يضعف، ان هو يحس ان هو انا ليه بعمل كل ده، ان هو يخاف. عايز تضحك ليه؟ عايز اسالك سؤال طيب يا جو. بدر بيعمل لي كده فوق مش تحت الفوق. عايز اسالك سؤال. هو انت ساعات الحوار ده ساعات بيجي لي، انت ساعات كنت بتحس اللي هو مش كنت ساعات، هو لسه ماشي يعني. هو ممكن يكون من قبل ما اقول انت عرفت انا هقول ايه، بس ان هو مثلا انا دلوقتي لما بكون في ستريس او مضغوط او عارف ان انا التو ليست بتاعتي فيها حاجات كتير عايز اعملها، بحس ان انا كده تمام. ساعات بيجي وقت ببقى بعمل كل نفس الحاجات بس حاسس ان انا بدات اللي هو ايه، الفاير اللي جوايا والموتيفيشن بتاعي يهدى شويه. تمام. بس هو نفس الحاجات، بس انا بحس ان هو كده لا انا بدات بقى خلاص ايه، بدات اهبل. تمام. ده عادي ولا مش عادي؟ ده عادي جدا. ده عادي 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 عادي. كلنا بني ادمين وكلنا بنضعف وكلنا الويل باور يا عمرو، قوة الإرادة دي يا جماعة هي عضلة في الآخر. الإرادة دي عضلة. تمام.
فعشان كده بيقول لك في اي حاجه مثلا في كتاب ده وان ثينج، لا اهم حاجه انت تعملها تبقى اول تاسك بتاعتك الصبح او اول تاسك في يومك، اعمل اهم حاجه لازم تعملها. ليه؟ عشان قوه الاراده عندك تبقى قويه. ما اعرفش لو في ناس هنا بتعمل دايت بقى لها 20 سنه زي انت بالظبط. ان انت بتصحى الصبح قوه الاراده قويه فشخ، صح؟ تيجي بالليل مع اول حاجه في الثلاجه. مفيش. فبحس فانا بحس كده. طب طب ازاي نحارب الموضوع ده وازاي نخلي قوه الاراده؟ بالظبط، انا بحس ان انا مقصر، فاهم؟ هي بالنسبه لي كونسيستنسي يا جماعه. تمام؟ انت لو في حاجه معينه، انت لو في تمرين لازم هيخلص، لازم تعمل فاهم، معرفش، لازم تعمل 20 لفه جري ودي اخر التمرين، وانت تعبان مش قادر ورجلك اساسا، انت لو كان في يوم عادي ورجلك عامله كده كنتش تتخانق، بس برضه بتعملها عشان ده اللي انت متعود ان انت تعمله كل مره. فان انت توصل في مرحله ان انت ما بتفكرش اصلا انت بتعمل ده ليه. اوكي. قصدك يعني انضباط ديسيبلين. الديسيبلين والكونسيستنسي. لو انت بتعمل الحاجه كده كده هتتعمل يعني انت بقى متضايق مبسوط، انا في حاجه مبسوط أنا. مالهاش علاقه، انا حاسس بايه يعني. بالظبط. والحاجه التانية ساعات بتاعت طب انا بعمل كل ده ليه؟ طب ما انا ممكن اشتغل في شركه وممكن ابقى تمام وممكن تبقى الحياه حلوه وخلاص، او ممكن اوصل وما اعملش. يعني انا مثلا بالنسبه لي ساعات بفكر الكلام ده كتير، انا مش محتاج اعمل بودكاست ده اصلا، تمام؟ مش محتاج اعمل السوشيال ميديا دي، وفي ناس ممكن تتكلم عليا وتعمل مش عارف ايه وضغط وكذا ولازم اعمل وادفع فلوس للتيم والكاميرات. انا ليه بعمل ده كله؟ بحس دي احسن حاجه الواحد ممكن يعملها، ان هو تكلم حد اصلا إيه؟ كفكره بودكاست مثلا. بالظبط. فانا برجع ارد على نفسي في الاخر بفكر طب ايه ايه الهدف اللي اكبر من كده؟ لا انا عايز اوظف 10,000 شخص، اخلق 10,000 شغلانه، انا عايز اعلم مليون واحد، انا عايز اعمل كذا، انا عايز اعمل كذا. وبعد كده افكر طب ربنا مديني كل ده، انا ما اعملش بيه حاجه، ربنا مديني كل ده، انا ما اعملش ده وما اديش العلم ده للناس او كذا او كذا او كذا. لا ده واجب علينا ان احنا كده بيرجع يعني. بالظبط 100%. فالواحد يرجع هو ليه الاساس اللي هو بيعمل ده. ولو الموضوع شخصي وان هو في الاخر عشان تجيب لنفسك عربيه سهل جدا، انت لو مش عايز العربيه مش هتشتغل. فنخلي هدفك او نخلي السبب بتاعك الواي بتاعك تبقى كبيره جدا. يعني هو حوار الواي ده هو بتاعك ده اللي بيخليك تكمل مهما كان بالظبط. الامر ايه قدامك. بالظبط. ونتخلي يعني انا دايما بخلي الموضوع ده مش عشاني، انت فاهم؟ غيرك. عشان غيري، عشان عيلتي، عشان كذا، بس بظبط نفسي، بجيب لنفسي حاجه، بخلي نفسي مبسوط برضه. بس كل ما يبقى الموضوع اكبر والحاجه وده السبب ان انا عايز ابقى، عشان ده حصل لي من الفتره اللي فاتت لما وقفت البودكاست. طب ارجع ما ارجعش، اعمل ما اعملش؟ لا انا حاسس لا الناس محتاجه ده اكتر. طب عايز ابتدي ابقى مع الشباب اكتر، عايز ابتدي اتكلم معاهم واشوف ازاي اقدر اساعد عشان ارجع احس بالامباكت فعلا اللي موجود. فانا حاسس الواحد يرجع تاني، الموضوع يبقى ناس حواليه، بس عادي الواحد يضعف، عادي الواحد يضعف، كإنسان. عادي الواحد يضعف. انت بتضعف يا جوز، بتحس عادي انا خلاص مش قادر ارجع مصر، فاهم؟ اعيش مع اوقات كتير بكون طب انا ليه اصلا هنا؟ انا ليه اصلا بعمل كل ده لما ارجع واشتغل مع ابويا في الاخر في الشركه بتاعتي واجيب لي الحاجه اللي انا عايزها ورايح دماغي وخلاص. بس بترجع في الاخر انت ايه الواي بتاعتك؟ انت بتعمل ايه؟ انت في ميشن، انت في مهمه، تحاول تركز في اللي انت عايز توصل له، تشتغل عشانه. دايما تفكر نفسك بالواي بتاعتك، تفكر نفسك. غير كده هتسرح مع نفسك بقى، تدخل في الراحه برضه حوار جامد اللي انت كنت قلته لي. يعني لما كنت بتكلم معاك من فتره قلت لي حلو انت بدات الايجنسي كده، حط تارجت فاينانشال لنفسك كل سنه. فانت اما قلت لي الرقم انا فاهم، رديت لك بعديها بساعه مثلا قعدت احسبها. فلما انت قلت لي قعدت اجزاها وكده، هو الراجل قلت لي حاول تعمل مثلا 300K باي حاجه من اي بزنس، تبقى انت تكلمني اخر السنه معايا 300K. اما قعدت اجزاها وصلت ان انا كل يوم محتاج. انت ممكن احنا ممكن نحط ممكن نتكلم بالارقام. انا بحس ان هنا الكالتشر دايما بيتكسب ان هو يتكلم في الارقام. ده حقيقي. لا انا لقيتها فيها الجامعه، لقيت ان انا محتاج بالظبط كل يوم $24 827 جنيه بالظبط عشان اخر السنه ابقى كده. وهو مع الوقت ال 827 بتكومباوند فهوصل اسرع. صح. فلقيت ان هو لما زي برضو الفيديو اللي فات لما قعدنا اتكلمنا وانا قلت لك 44 مليون بالظبط في 10 دقايق، فهي تتجاب عادي. بالظبط. هي عايز انت تقسم هدفك، ده الموضوع مريح نفسيا يعني 100%. والحاجه التانية يا جماعه ان الواحد ياخد وقته، تمام؟ يعني مدار السنه
وان انت تحط اهداف صعبه. يعني انا حطيت لك هدف، يعني انت كان هدفك كام تقريبا ازاي قبل ما انا ما كنتش بحسب الارقام، بس انا بحس لما انت اديتني حاجه تشالنجينج انا كده كده لو ما جبتهاش انا اوريدي جبت حاجه ما كنتش هوصل لها اصلا. 100% اللي هو لو 300 لا انا جبت 200، انا في الطبيعي ما كنتش هجيب 200. وممكن تعدي الهدف. يعني انا ممكن الهدف- كده كده. يعني انا يا رب. والنهارده قلت لك كمان، قلت لك 300,000 جنيه، قلت لك لا عشان الموضوع تضخم حول الهدف بالدولار وثبته. كل ما انت لا هدفك حول لي بالدولار وشوف شوف المبلغ هيبقى كام بالمصري عشان الموضوع عشان ما تستسهلش الموضوع. ما انت ما قلت لي كده وجزأتها ان انا عايز $24 بير داي، برافو عليك. حسبتها ان حاجه لازم ادخلها اللي هي ما اعرفش يعني ممكن انا بحب الموضوع ده جنب الايجنسي اللي هو التريدنج. دي حاجه تبقى بتساعد ان هو كذا ستريم اوف انكم، ففي الاخر ابقى جبت الرقم ده. ما اعرفش اجيبه ولا لا بس ان شاء الله يعني. بس في هدف انت ماشي عليه، بالظبط في تراك معين بالظبط. انت بتعرف انت بتتحسن وما بتتحسنش اصلا. هتعرف انت بتتحسن وما بتتحسنش ازاي، او عارف لو في بلان حاططها في بلان لازم انت تكون حاططها لنفسك زي ال 90 داي بلان، وانت بتقارن بقى باللي فاتوا، بالاسبوع اللي فات، بالاسبوع ده انت عملت قد ايه. خلي بالك الهدف ده يا جماعه ده اللي هيخليك تعرف انت لازم تكلم كام كلاينت في الشهر. بالظبط. انا عشان اوصل ل 300,000 جنيه في السنه محتاج مثلا، مش يعني انسوا اللي انا محتاج اعمل 50,000 جنيه في الشهر مثلا، او 30,000 جنيه في الشهر. لكن دي اند الصوره بقى نمبرز. بالظبط. انت لازم تبقى عارف بالظبط انت محتاج تكلم كام واحد. 25 كل اللي هتكلمه 25,000 جنيه في الشهر. كل اللي هتكلمهم هيردوا سيب يرد 5%. بالظبط. بتكلوز ديل منهم 2%. بس in the end numbers always lack for the حاجه. بس لما تحط الرقم يا جماعه، الحاجه اللي انا عايز اوضحها، لما تحط هدف ده هيسهل عليك انت هتكلم كام كلاينت. اصل الناس تقول انا عملت انا محتاج اعمل اوت ريتش. طب اعمل اوت ريتش فين؟ انت لو قسمتها بارقام انت هتعرف انت كده محتاج تكلم 100 كلاينت في الشهر، عشان لما تكلم 100 في 5 بيشتغل، في 10 بيرد عليك، ومن 10 في 2 بيشتغلوا معاك في الشهر. تمام؟ فالاثنين دول هيدخلوا لك كل واحد 10,000 جنيه في الشهر. تمام؟ او خليها 12 ونص كده، دول ال 25,000 جنيه في الشهر اللي انت محتاج توصل. فانت عارف ان كل شهر لازم تبعت ل 100. طيب انت شغلك ابتدى يبقى احسن لما تبعت ل 100، في 4 ابتدى يشتغلوا معاك، الشهر الجاي 8 هتلاقيك هتعدي اصلا المبلغ ال 300,000 جنيه ده. فمهم ان الواحد يحط لنفسه هدف عشان يعرف يقدر يكلم كام واحد. تمام؟ والحاجه الثانيه يا جماعه، ناس كتير قوي بتيجي يوسف اعمل اوت ريتش فين؟ انا عايز اعمل اوت ريتش، انا محتاج ليدز. طب انت بعت كام ليد؟ ولا انا ما بعتش. طيب انت بعت فين؟ طيب والله انا ما اعرفش، اصل الموضوع صعب. طب تمام خلاص، يبقى انت مش عايز. بالظبط. انا حتى كنت في الفيس دي في الاول لما كنت بقول لك انا بفكر اعمل فيديوز كذا، تقول لي من هو كنت بتقول لي لا هو بكتب لك انا مثلا 16 مسج انا عايز اول 1 2 3 بس حاسس ان هو مش هيشتغل. تقول لي انت جربت؟ انا ما بعرفش ارد، بقول طب استنى اجرب. اجرب ارجع لك تاني. في الاخر رديت عليه رد رخم شويه، وانا ببقى قاصد ان انا ابقى رخم. قلت له انا نزلت صورت بعدها بنص ساعه تقريبا، لما انت قلت لي انزل صور ومش عارف ايه، نزلت صورت. نعم كان ما حد ما اعرفوش في الشارع، بس لا نزلت عملت يعني جامد. هو انا اعمل كذا ولا كذا؟ هو انا اعمل ده ولا ده؟ انا اعمل على فكره انا ما قريتش اصلا. بقول له بقى عارف. ايوه لا والله كنت عايز اسئله كتير جرب. بقول لك ايه يا زياد، انت عصبت فنزلت جربت. فطيب انت على فكره انت مش بتسالني عشان بتسالني، انت بتسالني عشان انت خايف عشان ما عملتش حاجه. بالظبط. لو عملت عايز اروح ضميري اللي هو انا كده تمام بقى مش عارف ايه. بالظبط. برافو عليك. وبرافو ان انت بقيت عارف، بقيت تشوف الحاجه، بقيت you call yourself out ان انت فاهم. ما اعرفش يعني ايه يا محلتها بتكلم نفسك، فاهم نفسك. بالظبط. فاهم نفسك ان انت سوري في الكلمه، فاهم؟ فالناس اللي بتسال اسئله كتير، اقرا انهي كتاب في البيزنس. انت لو سالتني انت عايز تقرا انهي كتاب في البيزنس، انت عايز يختصر، مش عايز يضيع وقت اللي هو ده ما فيهوش حاجه. طب لا هو بيقنع عقله اللي هو لازم يكلم يوسف عشان يأجل علشان بالظبط. انت لو بتسالني السؤال ده معناه ان انت مش عايز تقرا. انت لو فعلا عايز تتعلم بيزنس هتقرا احسن يا عم 100 كتاب في البيزنس لو انت فعلا عايز تعرف مش بيزنس. هتيجي تسألني. فالواحد لما يسال، غير لو واحد مثلا يوسف انا بعت 100 دي ام والدي امز الريسبونس ريت بتاعتها مش زي ما انا كنت متخيل، then we can go technical. طب وريني الكوبي، وريني المسج اللي انت بتبعته. بص هنا انت لازم تغير التايتل لما تيجي تعمل الاوفر بتاعك، مش باين، المسج طويل قوي، قصره، ابعت 5 مسجات مختلفه وجرب مع كذا. ده ممكن اقول لك حاجات تكنيكال. بس انت لو جيت قلت لي يوسف انا مش عارف ليه، مش هعرف اقول لك ايه. هقول لك ايه؟
هقول لك اديك الكلاينتس بتوعي، اروح انا اجيب لك يعني اروح بقول لك ابيعهم لك. هي اصعب حاجه في البيزنس ان انت تجيب كلاينتس. الواحد ان هو يعمل بروفيت سهل، يعمل ويذكر بروفيت يعني مش اصعب حاجه الواحد يعمل يجيب كلاينتس. بس بعد كده يا جماعه بعدين في البيزنس بتاعكم ان شاء الله ده يكون قريب قوي بالنسبه لكم، اسهل حاجه هتكون ان انتوا تجيبوا كلاينتس، واصعب حاجه هتكون فان شاء الله ان انتوا توصلوا للمرحله دي. انا شايف دلوقتي اصعب حاجه في البيزنس عموما بتاعنا اللي انت تعين الناس الصح اللي تبتدي لها في الشغل 100% يعني في البدايه ده اصعب حاجه فعلا. فعلا بصراحه يعني الحوار ده لا حد خالص. كنت بفكر ان انا عايز حد يساعد وكده. انا معيش دلوقتي ان انا ادفع سالري، فمش عارف عملت صح ولا غلط. اللي هو انا هتبقى كلها ممكن مش بروفيت شير بس بير بروجكت. عادي يعني هو جاب لي كلاينت هيدفع مثلا 100,000، كل كلاينت ده انت اللي تشتغل عليه هتاخد 30%، فهي احسن من اي سالري. وفي نفس الوقت الموتيفيشن ليك لو جبت 100 كلاينت خلاص ده مجهود. هو وفرت على نفسي شويه اعتقد يعني. حل المشكله اللي انا بقول لك عليها دي اللي هو انا خايف اعين شخص مش عارف هو هيطلع نفس الانتاجيه اللي انا بعملها مع الكلاينت ده. ايه الحل؟ الحل بتاعتها ان انت تبقى حاطط سيستم. تمام. التمنيل محتاج يبقى شكله كذا وكذا 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 وادي اكزامبلز. تمام. بعد كده الجوه الاديتس محتاج سب تايتلز. بعد كده لازم الاول 5 ثواني يبقوا الانترو كويسه. بعد كده مش عارف ايه. فاهم؟ لو هو عنده 1 2 3 دي الطريقه اللي انت لما تيجي تكبر الفريق. لو انت تعرف كل الحاجه اللي انت بتعملها في الشغل تعرف تكتبها 1 2 3 4 5 تبقوا ستيبس. وبعد كده هتعمل ده. لا التمنيل هنعمل 1 2 3 4 5 هيتعمل كذا. الكابشن محتاج 1 2 3 4 5. فان انت تحط سيستمز ده اللي هيخليك تعرف ان انت مش هتقعد تجادل مع الموظف بتاعك او فاهم. فده حاجه. بس المشكله مش في اللي هو سيستم او كده. المشكله في ايه؟ يعني مثلا انا بالظبط انا شخص هديله فلوس. على فكره الناس مش محتاجه فلوس، الناس مش عايزه تشتغل اساسا. هم لو عايزين يشتغلوا كانوا لو عايزين فلوس قصدي كانوا يشتغلوا، بس مفيش حد عايز يشتغل. في ناس عايزه تشتغل، في ناس عايزه تشتغل اسلام ومش عايزك تقول الكلام ده عشان الكلام ده هيخليك ان انت تقنع نفسك ان ممكن صح ان ده حقيقي، بس ده مش حقيقي. وده انا بسمعه دايما. تمام. في ناس كتير قوي عايزه تشتغل. تمام. ممكن انا ما دورتش كويس. الموضوع بياخد وقت تاني. هنرجع يعني انا ممكن اكون فاهم جربت اشتغل مع 500,000 واحد. ما اعرفش الرقم يعني، بس كتير جدا. ساعات يبقى المشكله من عندي، ساعات من عندهم، ساعات فاهم. فالموضوع بياخد وقت. لازم يبقى واحد شبهك، واحد بيفكر زيك في البدايه. تمام. واحد يبقى عنده طموح. ليه بتشتغل؟ ليه عايز تشتغل معايا؟ عايز تساعدنا فعلا نجبر قلبه على الحاجه، قلبه على الشركه، قلبه ان الكلاينت ده ما يروحش. بالظبط. طيب ايه الطرق اللي احنا ممكن نعملها عشان هو يبقى خايف على الكلاينت؟ بص، هو الكلاينت لما دفعنيش انت مش دفاعك. ما انا بقول لك بقى ازاي نجيب الناس دي. فاهم؟ الناس دي انت تلاقيها بقى سوشيال ميديا. فاهم؟ ان انت تعلمهم تدي لهم كورسات وهم يكبروا معاك وتكبر معاك. والله في ناس كتيره صحابي وناس اعرفها انا بستحيل عليهم. يعني انا شايف ان هم كويسين بس هو شايف اللي هو انا مش عارف اعمل ده. وانا ماشي. فلازم تلاقي ناس تبقى عايزه. صح. ما ينفعش تقعد لو في ناس صحابك مش عايزين ومش لازم تلاقي الناس اللي عايزه فعلا. وساعات انا في البدايه، وفي ناس ممكن تفكر ان ده غلط، انا في البدايه خالص انا ما كنتش انا كنت بشتغل شغلانات تانية عشان ادفع مرتبات الناس اللي شغاله معايا اللي بتعمل الشغل ده. وساعات كنت بدفع بالزياده عشان يشتغلوا اكتر، عشان يدوني شغل اصلا، عشان يرضوا يشتغلوا معايا. عشان طب انا مفيش مستقبل معاك، هشتغل معاك ليه؟ انا عارف ان مفيش مستقبل وهو عايز يعمل فلوس بس. انت فاهم؟ فممكن ادفع لهم فلوس زياده. يعني هو مثلا مرتبه 5 انا هديله 7. انت قاعد بيفرق. ايه؟ كان بيفرق ولا بيفرق بنسبه كبيره بيفرق ولا؟ بص ومفيش رد يا عم. انا اكتر واحد ساعدني اشتغل اكبر الشركه اللي هو هشام صبحي، اللي هو اصلا دلوقتي بقى شريك معايا في الشركه، ولا كان يعرفني ولا اي حاجه. سبحان الله هو كان جاهز يشيل الشغل كله. وكمان ما كانش يعني انا كان الموضوع كان ساعات بياخد وقت فلوس ان الكلاينتس يدفع لي. كان بيقول لي مش عايز مرتبي، يعني كان ممكن ما ياخدش مرتبه 3 4 شهور. فده حظ عشان سالك بس. ايه اقول لك عشان ده موضوع سالك. بالظبط. فاهم؟ الموضوع قبل كده كان معايا حد تاني كان بيعمل فلوس اكتر وكنت بديله فلوس ومش عارف ايه، مش في دماغه بقى، مش في دماغه، بس سيب الشغل الكلاينتس ومش عارف ايه. صح. اللي بعده. وفي ناس كتير تيجي كده في ديبارتمنت معينه ما عرفتش اكبرها لغايه لما لقيت الشخص الصح. والناس تيجي مش شايفه. يعني هقول تقريبا الرد ان هم يبقى عندهم نفس الفيجن بتاعك. لو هم شايفين اللي انت شايفه
وعايزين يوصلوا اللي انت عايز توصله هيبقوا كويسين. بس لو هم جايين هنا عشان مصلحه مش الشركه في البدايه الشركه مش تكبر. صح. بعد ما الشركه تكبر تبقى في حته معينه، لو انت محتاج تعمل 1 2 3 تمام ما عنديش مشكله، انت بتاخد مرتبك هتديني 1 2 3. بس اساس الشركه محتاجه ناس يبقى عندها نفس الرؤيه بتاعتك. ايه رايك في الرؤيه دي؟ بس انت في الاول وفي الاخر عمرك ما هتعرف تلاقي الناس فعلا اللي عندها الفيجن بتاعتك دي غير ما انت فعلا تجيب يجربوا وتشوف. بس انت برضه لازم جربوا تبقى وشام. مقتنع برضه بدري بالفيجن بتاعتك، ولازم تقولها عشان اعرف اقنع اللي قدامي. بالظبط. انت لو مش مصدق مش هتقنعهم بيه. عمرو انا من الاول انا قد ايه كنت مقتنع بالفيجن بتاعتي. على فكره عمرو يعني عمرو يعرفني من قبل ما ابدا الشركه 22 سنه قال لي 22 سنه انتوا عارفين فقط. تقريبا. هو انت نزل اول بس تقريبا. ما حدش يعرف الكلام ده كلام سر. ده كلام سر. بس عمرو قد ايه انا كنت مصدق بالفيجن. لا وكانت متخلفه شويه مثلا من 4 سنين من 3 سنين لو كنت بتكلم انا عايز اعمل ايه وهعمل كذا وهعمل كذا. ايش خلينا كانت بعيدة سيكا، هذول ما كانت بعيدة بس يعني حبس الشيء يعني، وانت بقى يعني ما فيش حاجة تانية. يوسف طول عمره ما هو احنا في الفيس دي، فبحس ان الفيس دي اللي هو يا ده يا موت. بالظبط. هو يا مش هتعمل كده انت خلاص بقى. ما اي داعيه فاهم. بدير فاهم. هو صعب كانش بيتكلم تسبيح على مصر باصص لبعيد. قوي يعني وشوره بره، فبره اصعب، فانت اصلا صاحب بيتكلم يعني حاجه غريبة شوية. لا زي اشتغل نفسك نفسك دلوقتي نفسهم يشتغلوا معايا. بالظبط. ايه اخر حاجه يا جماعه عايزين تقولها؟ الصراحه انتوا اديتوني طاقه جامده. البودكاست ده كان جامد فشخ. عايز اعمل حاجات كده زياده بجد. انا انبسطت وهو ده فعلا انا عايز اعمله. انا انبسطت جدا النهارده. احب اشكركم وانتوا بتيجوا من بعيد اصلا. والله احنا شكرا لك اكتر بكتير الصراحه. الشرف لينا. الصراحه يعني والله يا رجاله انا فخور بيكم. الله يخليك. وفعلا هو ده النجاح بالنسبه لي يا جماعه. فعلا هو ده النجاح بالنسبه لي. ممكن نبقى نعمل حلقه تانية تقولوا لي ايه المشاكل اللي انتوا بتواجهوكم في الحاجات زي الاسئله زي كده، وممكن اقول لكم تاني يا جماعه الردود اللي انا بردها وكل حاجه. انا مش اكتر واحد فاهم في البيزنس في العالم، انا برضو قد كده. عشان انت اوريدي مريت بيها قبل كده. في حاجات انا مريت بيها فعلا صح. في حاجات انا مريت بيها وانا بقول لك على تجربتي. ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط. تمام. فبس انتوا شغالين في حاجه قريبه من اللي انا بعملها برضو. ففي حاجات كتير قوي جدا مش طبيعي. انا ممكن اقولها. فممكن نبقى نعمل حلقه تانية نخش ان ديتيلز اكتر. نجيب كلاينتس ازاي، نعمل ازاي، طب لما كلاينت نسعر ازاي، الكلام ده كله. واحنا كل يوم بنتعلم من بعض يا جماعه. بس تاني يا جماعه انا فخور بيكم جدا 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 جدا. وان شاء الله انتوا قدوه يا جماعه بجد. عشان بجد والله بجد محتاجين. هو ده اللي احنا محتاجينه. هو ده اللي احنا محتاجين ناس تبقى عندها رؤيه ان هي هتوصل لحاجه كبيره. ايه هي ما اعرفش، بس احنا دايسين ومكملين مهما كان. وانا عارف ان انتوا بتاعتوا لي دايما يبقى عندكم مشاكل، دايما دروبس كبيره جدا. الكاميرا اللي اتسرقت او لسه صعبه واتكسرت لسه قايل عليها واحنا طالعين. فاهم. انت في تريبات كتير جدا حصلت لك وانت كمان يا زياد. فبجد يا جماعه انا فخور بيكم واحب اشكركم. ابص الان يا كاميرا عمرو كله ابص ثلاثه مع في النص. يعني في حاجه اخيره عايز تقولها يا بدر؟ يعني انا كل اللي هقوله ان انا من اول مره بعت لك I believe everything happens for a reason. فاهم. كل اللي انت عليك تعمله او مهم ان انت تعمله ان انت تسعى وتعمل اللي عليك وتؤمن فعلا في الحاجه اللي انت عايز تعملها. لو انت فعلا ما امنتش بيها ما تستناش حاجه من حد. ما تستناش ان حد يساعدك. ما تستناش ان حد حتى support you ولا يقول لك برافو على اللي انت بتعمله. لو انت فعلا مش بتسبورت نفسك ما تستناش حاجه من حد، لان فعلا محدش مهتم. لو انت مش مهتم محدش. انت مش مهم. no one give the shit about you. فاهم. محدش ليه يقول لك برافو عليك. ليه؟ في الاول وفي الاخر في ناس فعلا عايزين يساعدوا نفسهم وبرافو ليا لنفسي انا. ليه برافو ليك انت ليه يعني. فاهم. فهم لو ما لقوش فعلا ان انت بتحاول تعمل حاجه مفيده، الناس فعلا كان they look up to you. فعلا support him. No one is gonna actually like give a shit about you. فاهم.
اول حاجه كده كده يعني الحمد لله الحمد لله. على اللي احنا كلنا فيه، يعني مبسوط ان انا اول حاجه ان انا اتعرفت طبعا على بدر وعلى اسلام وعليك وعلى كل حاجه. بس اللي هو يعني اهم حاجه اللي عايز اقوله، انا لسه ما عنديش الاكسبيرينس الفشيخه، بس ان اهم حاجه في الوقت اللي احنا فيه ده، احنا السوشيال ميديا ده يعني لو بتستخدمها صح هي كونكشنز ذكيه. صح. انا لو ما كنتش بعت لك في اليوم ده، ما كنتش عملت معاك كونكشن، ما كنتش انت مثلا هتنزل الفيديو اللي انا صورته وانا هاخد الكونفيدنس او الثقه ان انا انزل اصور مع ده واصور مع ده واصور مع ده، فبالصدفه هيبقى معايا كونكشنز وعلاقات كتير ان انا تكبرني في اي حاجه داخل فيها. يعني كده كده السيركل اللي انت فيها ممكن يكون في الجيل اللي احنا فيه ده كل اللي في دماغه حفلات وخروج. انا بخرج وبروح وكل حاجه، بس بالظبط في يعني في ليميتس، مش ده على طول. فاللي هو ما تستناش اكسبتنس من صحابك كده، ان كده كده اكتر ناس ممكن تحاول توقعك هي الدايره اللي انت فيها. يعني اول ما بدات انزل فيديوز، اول ناس كانت بتسف وبهزار وكده، كان بالنسبه لي عادي يعني، كان هو الناس اللي هي على طول بخرج معاها، لحد ما دلوقتي هم اكتر ناس ممكن تبقى بتسبورت وصور ده واعمل ده. فالناس تحاول تبني كونكشنز في السن ده على يعني هو الناس انا احس الناس بتسف اغلبيتها بتسف لما بتبدا عشان حاجه. هو عايز يعمل كده مش عارف. هو انسكيور، هو خايف، هو شايف ايه ده انت بتعمل ده، طب ده انا هتريق عليك. هو مش قادر يعمل ده اصلا، مش قادر ان هو يحط هو مش قادر يطلع، مش قادر ياخد الريسك ده. يعني انا لحد دلوقتي قبل ما اصور فيديو انا ممكن والله اقعد ساعه، اللي هو بس يعني لحد دلوقتي انا خدت ثقه وكل حاجه، لحد دلوقتي بتردد، فده طبيعي يعني. اهم حاجه بس ان انا قابلت كونكشنز في الاخر، الحاجات دي هي اللي هتجيب قدام بقى الفلوس والبراند، وان انا اكبر اسمي والحاجات دي كلها. يا جماعه عايزكم تبقى واعي جدا انت مين وانت بتعمل ده ليه. كل ما تبقى واعي انت مين وعندك ثقه في نفسك وانت بتعمل ده ليه، مش هتفكر في اي حاجه ده. انا دلوقتي بقيتش I don't give two shits اي حد هيفكر انا عامل ازاي او بتكلم ازاي او عامل ايه. كل الناس اللي كنت هبدا يا عم هو انت مش عارف تتكلم عربي اصلا، هتطلع تقول ايه اصلا، ناس تتريق عليك، انت مش عارف ايه، وانت عملت حاجه وانت كذا وانت كذا وانت كذا. عمرو بيضحك. اهو لا اصل عامل عارف العربي بتاعي كان عامل ازاي كيف يطور رهيب فاهم كده عالم. وانت اسلام اخر حاجه عايز تقولها ايه؟ انا بقول الحمد لله اللي احنا انا مش على التلفزيون. خضتني. بسم الله الرحمن الرحيم. انت خضتني. محدش يجري اول ولا عملت اول حاجه الحمد لله اللي احنا قاعدين هنا، وشرف ليا اللي انا اتعرفت عليكم واللي انا معاك والله. و يعني انا مش عارف اقول لك اللي انت السبب في كل حاجه حصلت. والله مش انا السبب لكل حاجه، هو ربنا وشغلك انت. كل ما تبعتوا ممكن يا جماعه لا ده حقيقي والله انتوا يا جماعه انتوا اللي حطيتوا الشغل، يعني انت السبب من ربنا لكل حاجه حصلت كويسه. يعني الحمد لله كنت عارف الموقف ده هيحصل، وهنقعد وهنتكلم في بودكاست وكده. ده لينا للناس بقى. اول حاجه اقولها، اي حد عايز يبتدي حاجه ابتدي عادي، ما تفكرش في الناس تقول لك هتقول عليك اصحابك اهلك. اول حاجه ما حدش مهتم. انت لو افتكر كده، اكيد اي حد في الدنيا بيعدي عليه وقت بيكون فيه اكتئاب، بيكون زعلان، مفيش حد بيكلمك. حاول تفصل الموبايل بتاعك يوم يومين، محدش هيكلمك صدقني. ده حاجه. وبعدين لو انت عايز تعرف الناس بقى اللي انت بتعمل ايه مش عارف ايه، محدش هيكون كده مهتم. زي ما قلت لك كله عارف انت بتعمل ايه، بس محدش بيتكلم. صح. محدش بيتكلم. ولو حد بيدور على الربح السريع وطريقه اللي هو يعمل فلوس بسرعه، من الموضوع مش هيجي وهتتفشخ، هيطلع منك. والحاجه اللي هتنجحك اللي انت تعرف تتحكم في عقلك، اللي انت يبقى عندك انضباط في اكتئاب، مفشوخ مش مفشوخ، اللي انت تعمل ده كده تاخد ريسكس كده، محدش يتكلم على حوار الريسك ده كنت عايز اقول حاجه، ان هو مثلا كنت بخاف اخد ريسك وكده. قعدت احسبها اللي هو انا دلوقتي انا متجوز ولا عندي ريسبونسبيلتيز، فانا بريسك دلوقتي بفلوسي، انا مش ملزم مني حاجه في وقت معين ان انا اعملها. فلو ما خدتش ريسك دلوقتي انا مش هريسك خالص. هو اسلام قالها لما كان بيتكلم، كان قال يعني هو مفيش حاجه مضمونه. يعني كان الناس كلها بتتكلم انت روح اشتغل الشغلانه اللي هتبقى مضمونه، انا مش عارف ايه كذا 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 كذا. يعني ممكن الشركه تاني يوم تقفل، بالظبط، مش مضمونه برضه. ازاي ممكن تترفد، فهي ريسك برضه. 100%. فكل حاجه ريسك، كل حاجه ريسك. وهي في الاخر انت لو حسبتها هي مش ريسك. انا ببعت ل 100 كلاينت كذا بيخش كذا بيخش كذا، هو مش ريسك في الاخر. انت فاهم؟
بالظبط، اشتغلت اوكي، ما اشتغلتش خلاص هشوف غيره. اللي بعده يعني انت مثلا يقول الناس تخش دكتور عشان مضمون، يقعدوا 10 سنين 15 سنه يدرسوا. انت عايز تقول لي انت لو قعدت 10 سنين تحاول تبدا تبيع منتج معين او تتعلم ازاي تبيع منتج، مش هتعرف تعمل ده في 10 سنين؟ مستحيل مستحيل مستحيل. في اي حاجه انت عايز تعملها هتلاقي مشكله معينه انت عايز تحلها، الناس يبقوا جاهزين يدفعوا فلوس فيها، مستحيل ما تعرفش. تمام. ودلوقتي بقى في كميه تطور مختلف. في الاخر نرجع لبدر قالوا انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت عايز تعيش ازاي؟ عايز تعيش انهي نوع حياه؟ عايز تصحى الصبح تعمل ايه؟ والحمد لله دلوقتي بقى عندنا الامكانيه ان احنا نعمل ده، عشان كل الانفورميشن موجوده اونلاين. ممكن نتعلم كذا حاجه، ممكن ندرس اي حاجه احنا عايزينها في اي حته. الموضوع اسهل بكتير، في حاجات كتير جدا ببلاش عن موضوع الامكانيات. يعني انا معيش امكانيات، معيش كذا. اكتر حاجه انتوا معاكم دلوقتي يا جماعه الوقت. دي اكبر امكانيه واهم امكانيه معاكم، اهم من الفلوس، هو الوقت. انتوا عندكم وقت دلوقتي في سنكم ده، عندكم وقت، استخدموا وقتكم ده. الموضوع مش موضوع فلوس يا جماعه، الموضوع مش موضوع فلوس خالص. ومش موضوع اصلا انا ما رحتش مدارس لغات، مش مدارس ايه. طب ما هو اسلام انت رحت مدارس لغات، اسلام اتعلمت ايه؟ حكومي يعني، دي حكومي. ماشي يا جماعه، الحلقه دي كانت جميله جدا. شكرا للناس. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. احنا يا جماعه بنعين دايما في الشركه، عندنا دلوقتي 50 بوزيشن مفتوح. ولو ما تعرفش عندنا فيرتشوال اسيستنت، عندنا بوزيشنز في السوشيال ميديا كتيره جدا، بشتغل من البيت من اي حته. انا الحلقات دي بعملها مش بكسب منها. انا كل اللي انا عايزه ان الناس ممكن تاخد عندنا كورسات ببلاش في فيرتشوال كورسز ناو، وبعد ما تخلص الكورسات ممكن تشتغل معانا في فيرتشوال وركر ناو، بتشتغل من اي حته في البيت على اللابتوب بتاعتها، او من اي حته هم مسافرين، او من دهب، او من اي حته هم عايزينها. فلو عايزين تقدموا روحوا قدموا تقريبا على recruitment@virtualworkernow.com دلوقتي على الايميل، لغايه لما الويب سايت ان شاء الله هيكون جاهز الاسبوع الجاي virtualworkernow.com/apply. هتقدروا تقدموا على ده. وعشان الكورسات ببلاش هتروحوا على virtualcoursesnow.com، في كورسات سوشيال ميديا ببلاش، في كورسات ديجيتال ماركتنج انا عامله جامد، بيعلمك ايه هو ديجيتال ماركتنج، وتفكر في الماركتنج ازاي. خدت الكورس ده ازاي؟ عجبك؟ ما قبل ما ابدا الايجنسي على طول كنت انت منزل ماركتنج ده فور فري. ازاي تتعامل مع الكلاينتس ازاي اتعلم. جامد. خدنا الابروفل ان هو جامد. وفي كورس كوبي رايتنج، كورس سيلز، في كورسات جامده جدا. جوناثان في واحد هناك خد كورس كوبي رايتنج، جوناثان كاندل. يوسف خدت الكورس، عجب الكورس كوبي رايتنج زي الفل. الحمد لله. برضه من يوسف الحمد لله. بس يا جماعه شكرا، بحبكم. ان شاء الله الحلقه دي تكون عجبتكم، مش هنعملها تاني ما تقلقوش. اشوفكم في الحلقه الجايه. جامد قوي. كات.